رمضان كريم. معانا النهارده ملخص 35 حلقة. انت متخيل حوالي ساعة ونص كده من الابداع من كتر العظمة. الانمي ده مظلوم حرفيا، محدش عمل له اي تلخيص نهائي. فيلا جهز كده في شارك، وعايزين نوصل الفيديو ده ل 5000 لايك و5000 كومنت علشان نكمل بقية الانمي. والانمي ده حرفيا حوالي 100 حلقة اساسا. ده ميكو كان بيتنفخ حرفيا من كائنات غريبة اسمها نيبا، وبيجي واحد اسمه جين بيتنمر عليه بيقول له انت قلع باربع عيون، امشي يلا من هنا، يلا يلا امشي بدل ما تموت امشي. وهنا نقف دي احداث بس ثانية واحدة. جين اصلا لابس نضارة. الحشيش تمام حاجه عايله قوي زي الفل يا سيدي الناس. الحمد لله. وبيمر الزمن وبيعدي 4 سنين ونص، وبنكمل كده مع ميكو وهو في المدرسة، والكل بيتنمر عليه بس هو ما بيعملش أي حاجة، بيفضل ساكت. وبنعرف كمان إن في طالب جديد هينتقل ليهم بس هو متأخر، وهو اسمه يوما. وللعلم بس يوما جاي من عالم تاني، هو نيبا أساسا، ومعاه كائن تاني اسمه ريبليكا. وبعد كده في عربية تخبطه، اللي خبطه أصلا مرعوب، يعني هيروح فين ولا يعمل إيه ولا ينيل إيه أساسا. يعني حرفيا هيروح في 60 داهية. والشرطي بيبص له بيقول له هكتب المحضر وهكتب اسمك واسمه وهعمل فيهم بيقول له لا أنا تمام. طب حقق تمام. لا انا تمام. ويمشي. وريبليكا بيقول ان احنا متاخرين بسببك حوالي نص ساعه عن المدرسه، كل ده بسببك اصلا. فهنا يوما بيقول ممكن استخدم قوتي وقوه الطريق. لا طب عشان لا يا وحياتي لا. يجري يوما هنا على المدرسة علشان يلحق المدرسة عشان هو متأخر. وهنا يوما بيخش عليهم حتة أوزع 140 سنتي حرفيا، مش باين من الدكة، شبه اخواتنا البنات اللي رفيعين الأوزع كده، عارفينهم 140 سنتي دول. يا أستاذ يا أستاذ يا أستاذ، الواد ده لابس خاتم، وخاتم هنا ممنوع. المدرس بيحاول ياخد الخاتم من يوما بس يوما بيرفض هنا، وبيتدخل ميكو عشان ينقذ الموقف، ويقول إن ممكن يبقى حد غالي قوي عليه يديهوله، فهنا مش هيقدر يقلعه ولا يديهولك يا مستر. فبيتدخل واحد من اللي هم المتنمرين دول بيقول يا مستر طب أنا عايز أشيائي بقى أصلا الحاجات اللي أنت خدتها مني. والواد التاني بيقول أنا عايز أشيائي. أين أشيائي؟ أين أشياء؟ فيما بيبص للاستاذ هنا بصه كده اللي هو انت هتمشي ولا اقتلك. فالمدرس بيمشي، والمدرسه التانيه بتكمل وبتقعده جنب ميكو. فيوما بيضحك له قوي وبيقول له اخويا. المدرسه هنا بتروح تجيب حاجات، فالعيال المتنمره دي عمالين يرموا عليه ورق اساسا ويضايقوه. ولما يوما بيتكلم بيقولوا له ان دي الطريقه اصلا اللي بيرحبوا بيها هنا في اليابان. فهنا يوما بيقول لهم تمام او لا لو كده تمام او قشطه. نعرف ان هو عنده قوه بتكشف الكذب اساسا، وبيكمل بيقول لهم تمام بس عموما التحيه دي كمان بقى مني يلا. المدرسه هنا بتخش وبتوقف الهبل ده كله. ففي نهايه اليوم يوما داخل عليه وبيقول له في حاجه اصلا انت زعلان من حاجه. فميكو بيقول له لا مفيش اي حاجه، تعالى نتمشى واحنا مروحين. فهم ماشيين كده، الطلاب المتنمرين دخلوا عليه وبيقولوا ان هم عايزين يوما. فميكو بيقول لهم انتوا تتشطروا عليه ولا ايه؟ جرايه صيع يا اسماعيل انت بتتخانق ولا ايه؟ جرايه صيع جرايه صيع واحنا صباعنا في بقنا صيع. وميكو بيروح معاهم وبيعملوه حرفيا كيس ملاكمه عشان بيتنفخ. واقول لك ايه يا اسطى، انت ازاي عادي كده؟ عادي ازاي؟ اصل صاحبك بيتضرب هنا عشان يدافع عنك اصلا، وان كل ده بسببك، انت ما اتهزتش اساسا. ما انا شايف ايه 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 الجو اللي هناك ده مش واكل معاك في حاجه؟ ليه؟ مش جاي من امك اي حاجه يا ابني، الاحساس مقطوع. يعني مش هتتدخل يعني؟ لا اتدخل ليه؟ ما انا مالي، هو اللي اتدخل اساسا بدايه وهو اللي ضعيف. تمام كده مشكلتنا ما كانتش معاه، مشكلتنا معاك انت يا اوزع. بعدين داخلين عليه كده بيضربوه بحته عصايه حديد كده، فيوما بيصدها بكل سهوله وبيلسوعها وبيبيعها حرفيا. وبتتفتح كده بوابه غريبه لونها اسود بيطلع منها النيبه. وميكو هنا بيقول تريغا اون وبيتحول. وبنعرف ان هنا التحول تريغا اون ده بيتحول لجسم كده من تريون. وتريون هنا هي طاقه اساسا زي المانا في الانميات السحريه. وعشان بس نلخص الموضوع بكل سهوله، ان لما بيقول تريغا اون بيتحول لجسم تاني، الجسم ده مهما حصل فيه هو ما بيتاثرش، لان ده جسم مكون من التريون مش جسم حقيقي. وهتفهموا طبعا قدام لسه لانه كبير اساسا. المهم بيكمل كده وبيخش على النيبه بس بيتنفخ لان هو ضعيف بالنسبه للنيبه مهما كان اساسا هو لسه متدرب. فبيتحول كمان يوما هنا عشان يروح ينقذه، وبيموت النيبه بضربه واحده حرفيا. وبعدها ميكو بيقول له انت مع منظمه الدفاع يا اسطى ولا ايه بالظبط؟ فبيقول له لا. طب في حد يا اسطى من قرايبك اساسا كان شغال في منظمه الدفاع برضه؟ هو لازم يعني ابقى منظمه عشان يبقى معايا تريغا زي اللي معاك ده؟ ممنوع. عموما ده التريغا بتاع ابويا يعني، وانا جاي لصاحب والدي هنا علشان هو كان شغال في المنظمه ديت. وتوضيح بسيط بس عشان تكونوا مواكبين الاحداث، المنظمه دي اتنشأت من 4 سنين ونص لما ظهر النيبه وظهرت البوابات اللي هي السوداء ديت. فالمنظمه دي اتنشأت اصلا من كذا شخص عشان يدافعوا عن العالم. بتبتدي الحلقه الثانيه وبتيجي اول فرقه من منظمه الدفاع، واول ما بتخش المنطقه بتلاقي الشبان دول بيقولوا لهم ان في نيبه هنا وهاجمهم ولازم يروحوا يتخلصوا منه بسرعه. فلما بيروحوا له بيلاقوا النيبه اصلا متدمر حرفيا. فهنا
فبيفتكروا ان في مجموعه تانية جت قبلهم، فبيستغربوا فبيسالوها هي انهي مجموعه اصلا اللي جت لحقتنا وان احنا بقينا ضعاف قوي كده. فواحده من منظمه الدفاع بتقول له اصلا انتوا اول ناس تيجي وازاي حد دمر النيبه دي. فهنا بيستغربوا هو ايه اللي حصل، في نيبه تاني جه ضربه ولا ايه اللي حصل، فبيستغربوا. فكانت اتنين الاحداث دي يوما وميكو. هنا في ميكو بيستغرب وبيساله هو انت مين وجيت ازاي. في الاخر اعترف وقال له انا نيبه بس انا دلوقتي جعان ومش هقدر اتكلم غير لما اكل. فبيطلع رزمه فلوس كتيره قوي، فالناس كلها بتبص له، فالحراميه عايزين يسرقوه. فميكو لاحظ ده وقال له يلا نمشي من هنا بس الاول. ولما مشي وراحوا الحته مقطوعه دخل عليه الشخص وخبطه، فهو قال رجلي كسرت ومش رجلي اتكسرت وهات فلوسي حق العمليه، وعارف ان هو كذاب. هنا يوما بيقول له انت رجلك سليمه ومش سليمه، طب انا عندي حل حلو، انا هديك الفلوس زي ما انت طلبت. راح كسر له رجله واداله الفلوس. قال له والله ما انا مزعلك يقعد. بعدها ميكو بيقول له طب خلاص انا هروح اجيب لك الاكل لغايه عندك بس ما تتحركش. ولما ميكو مشي 3 شبان راحوا ليه بيقولوا احنا عايزين فلوس عشان والدتي ووالدي تعبانين. بيقول لهم بس انتوا كدابين. فبيضربهم واحد ورا التاني فبيلزقهم في الحيطه حرفيا. فهنا يوما لقى ضرب شديد وحاجات غريبه فسمع الصوت فراح له. فبيقول له اللي انت نيلت ده. يوما بيقول له لا المرات اطمن خالص، ما فيش اي تكسير، ما فيش اي عظم متكسر، ما فيش اي حاجه تقريبا يعني. لو حاجه مكسوره مش انا ليش فيه بقى، هم اللي عضمهم طاري. بعد كده بيروحوا مكان تاني فميكو بيقول له انت بتستخدم العنف ليه بطريقه مفرطه. فيوما بيقول له هو ما ينفعش ارد، ما هم اللي بدأوا الاول. فميكو بيقول له طب ما عندك حلول تانية يا اسطى، مش لازم تكسرهم يعني. والعنف هنا اصلا ممنوع في اليابان يعني، دي جريمه وهيحاسب عليها القانون. فهنا يوما بيقول له طب خلاص حلو علمني بقى قواعد هنا عشان انا ما اعرفش اي حاجه، عشان اعرف اتكيف مع العالم بتاعكم هنا عشان مش فاهم ولا عارف اعمل ايه بالظبط. فبعد كده بيسيبه ويمشي ويروح يتخبط من عربيه تاني ويكسر العربيه. طب بعد كده الناس برضه مستغربين انت سليم ولا لا. فاحنا ميكو خد باله ان في شرخ اتعمل في وشه وبعد كده بيتلم ولا كأن حصل اي حاجه. فهنا بيتاكد ان هو حرفيا نيبه. هو بيتاسف لهم طبعا انه كسر العربيه كالعاده، كان عمال يكسر في عربيات الناس ابن الجاز. عارف انت العربيات دي بكام. وبيجي تاني يوم وبعد كده ميكو بيقول له انت حرفيا بقى كده يلا نبقى. اول حاجه ما تضربش حد ولا تضرب حد برجلك ولا تكسر عظم حد ولا تكسر عربيات الناس ولا تستخدم اي درع ولا اي حاجه تاني في حياتك. امشي طبيعي يا صاحبي ما تعملش اي مشاكل. بعد كده بيلاقوا الشبان اللي كانوا معاهم قبل كده من الفصل فبيخشوا لهم فبيدخلين يقلبوا واحد كده يا صاحبي. فيوما بيلاقيهم مش فاهمين ولا فاكرين اي حاجه من اللي حصلت امبارح. بيستغرب فميكو بيقول له لا ده هم اكيد عشان كان في نيبه امبارح فمسحوا ذاكرتهم. والليل هم بيمسحوا ذاكره اي حد بيتعرض للنيبه. فبعد كده بيضرب برجله المدرسه كلها بتتهز. فبيقول له انا ممكن اعدي يا صاحبي، ممكن اعدي بس البار التاني. بعد كده يوما بيقول له انا كده عدينا العيد، ما ضربتش حد ما كسرتش حاجه، انا يا دوبك كسرت المدرسه بس المهم ما ضربتش بني ادم. بنتين الاحداث وبيخشوا الفصل. فهنا الكل مستغرب انت عملت الحركات ازاي برجلك وخليتهم يخافوا منك وبعد كده ما يعملوش اي حاجه، انت جاي منين بقى وايه اللي حصل عندك. فهنا بيقول لهم انا جاي من مكان بعيد مش هتعرفوه. وبيسالوه انت اكتر حاجه عندك شفتها ايه في بلدك وايه الغريب ما بين البلد دي والبلد اللي انت جاي منها. فبيقول لهم انا ما شفتش في حياتي غير الحرب، والبلد عندي كانت بتتميز بان هي كثره الحروب اللي فيها كانت كتير. وبيقولوا له انت تعرف حاجه عن النيبه. فهنا بيقول لهم لا مش كتير. فبيحكوا له بقى النيبه ان هي ظهرت من 4 سنين ونص وحرب وحروب وحاجات كتير. فهنا بيستغرب بيقول لهم ازاي انتوا في حاله رخاء كده والبلد حلو وما فيش اي مشاكل، مش شايف اي مشكله يعني ازاي في حرب وما فيش اي مشاكل كده على الارض. فهنا بيقولوا له ان لا ده كل ده بسبب منظمه الدفاع هي اللي بتحمينا، احنا نفسنا اصلا ننضم ليها. فهنا بيقول لهم طب ما طالما كده ما تسالوا. ولسه بيكملها لسه كده بالعافيه ومطلعه وبيشوف ان في حد بيراقبهم هنا. وبعد كده بيقول له ان انا ما قلتش لاي حد ودي حاجه تخصني وما تقولش لحد حاجه. وبنكتشف مره واحده ان في بوابه بتتفتح في المدرسه وفي الكل مستغرب ازاي فتح هنا اصلا، ده بره المكان المخصص ان يتفتح فيه البوابات. فهنا بنكتشف مين كان بيراقبهم بالظبط، هو حرفيا النيبه. فميكو بيروح على طول من غير تردد بيحول للدرع بتاعه بيروح عشان ينقذ الجميع على طول. هنا يوما بيقول له انت رايح ليه يا صاحبي، ده انت عشان تقتله اصلا عايزين 20 منك و18 يموتوا و2 هيرجعوا. استنى منظمه الدفاع هتيجي وفي مجاميع كتير هتيجي وقويه هتحميهم. فهنا بيقول له انا لازم احمي الناس والناس دول عارفهم واصدقائي فلازم احميهم. هنا بيقول له مش دول اللي كانوا بيتنمروا عليك. فبيقول له برضه احميهم. فبيروح بيحميهم فعلا. اول ما بيخش في القتال بجد بيتقطع ايده على طول وبيطلع عين اهله بيتنفخ. بعد كده الجسد بتاعه بيتغير لجسد تاني. فاحنا بنعرف ان تريغا بيخليه يحول ما بين الجسد الحقيقي الجسد الفيزيائي. مهما حصل لك في الجسم الفيزيائي ما بتتاثرش الجسم الحقيقي طالما السلاح معاك ومتفعل.
بتكون في الحالة دي انت سرعتك الزايدة وقوتك والدفاع بتاعك فبتبقى اقوى من الجسم الحقيقي. يوما هنا اول ما بيروح له بيفعل الترس فبيحميه، بعد كده بيستخدم التريغة بتاعه علشان محدش يعرفه بيروح يضربه، فميكو بيحذره. فهنا يوما بيقول له انت حذرتني امبارح برضه صح، ما تشغلش انت بالك. فبيروح بيحصل قتال هنا، فكل مرة بيضربه المصل بتاعه بيبدأ يتكسر. فهنا الكائن اللي معاه بيقول له انت اسلوب الدفاع بتاعك مش هينفع، لازم تهاجم لان السلاح اللي معاك ضعيف شوية فمستحيل يفضل يدافع. فهنا بيروح عليه ولان المكان ضيق بيعرف يتحكم ان هو يقتله بسرعة، فهو بيقتله. اصلا ميكو بيقول له اصلا السلاح ده تدريب، انا لسه مش نهاية في منظمة الدفاع فما تخشش بقلبك قوي كده. فمرة واحدة بيجي كائن تاني كمان بيجي يضربه، فهنا بيفعل الترس المزدوج فبيحمي نفسه وبيقتله بضربة واحدة في مرة واحدة في اقل من ثانية واحدة. بعد كده بيظهر الكائن الغريب اللي هو مع يوما، فهنا بيخاف ميكو جدا. فيوما بيقول له ما تخافش اهو، ما تخافش يا حبيبي، ما بيقعدش هو مش كلب هو يا حبيبي، هو رايح احساس الكائن اللي انت خفت منه ده المفروض ما عرفش ينام بالليل صح كده. بيتعرف عليه طب انت اصلا كائن حي ولا لا، فهنا ما بيردش عليه. وبعد كده بيقول له انا هقول لك من جانب المعرفه بس، تريون هو الشكل من اشكال الطاقه الحيويه اللي بتتغذى عليها تريغا، فعشان كده تريغا لما كانت مع يوما عرف يستخدمها احسن منك بكتير وكانت اقوى بكتير قوي لان الطاقه عنده اكتر منك. فطبيعي ده حاجه طبيعيه مش حاجه تقلل منك، بس الفكره ان هو الطاقه عنده هي اللي كتير. فمن الاخر بيقول له مش كل اللي مسك يا صاحبي تريغا فنان. بعد كده بيطلعوا لبيت الفصل فبيستغربوا ايه اللي حصل وانت انقذتنا ازاي، والكل بيقعد يشكر فيه. وبعد كده مجموعه بتيجي فبتستغرب ايه اللي حصل وبتفرح ان في حد انقذهم، فبيقولوا مين. فهنا هو خاف لان هو المفروض في التدريب ممنوع منعا باتا يستخدموا اي سلاح بره التدريب طالما هم لسه مش اساسيين. فهنا قائد الفرقه بيقول له ما تشغلش بالك، المهم ان هم بخير، انا اخويا واختي اصلا في المدرسه هنا، فدي حاجه حلوه انك لحقتهم وشكرا انه هيموت ناس كتير لو انت ما انقذتهمش. ففي واحده بتقول له لا ده المفروض ان احنا نعاقبه لان ده ممنوع، ولو وافقنا على حاجه زي كده في غيره هيعمل حاجات غلط. فهنا بتقول لا لازم اعاقبه. تبدا الحلقه الرابعه بيحصل نقاش ما بينهم ما بين البت دي، وهنا يوما بيقول لها انت ليه اصلا عمال تكلمي كتير وانت اصلا اللي غلطانه وانت اللي المفروض اصلا تيجي بدري، انت واحده جايه متاخر وجايه بتجيب الغلط عند حد، وفي اليابان المفروض ناخد اذن عشان ننقذ حد. فبتقول له لا بس استخدام السلاح تريغا لازم باذن من منظمه الدفاع. فهنا بيقول لها اصلا ده مش بتاعك، ده اساسا بتاع النيبه. فهنا كله بيستغرب ويبص له انت بتنكر منظمه الدفاع والمجهودات اللي هي بتعملها. بيقول لها لا بس هي اصلا مش بتاعك. هنا ميكو بيحاول يسكته بيقول لها انت اللي انت بتقوليه ده انت بتعملي ده كله علشان شايفه ان هو اللي خد المدح كله وانت ما حدش قال لك اي حاجه او تقعد تتكلم معايا. فهنا بيقول لها لا انت بتكدبي، انت مش عايزه حاجه زي كده ولا فارق معاكي الناس ولا فارق معاكي اي حاجه، انت بس بتقولي كده عشان هو خد المدح كله. تقول له لا او مش لا، فبيدخل شخص ثالث هنا فبيقول لهم انا خلصت ومفيش اي نيبه تاني وكده كده حتى يتعاقب او لا مش احنا اللي هنعمل حاجه زي كده، المسؤولين هي اللي هقرر. فاللي انقذ اخواته الاثنين فبيقول له انا هحاول اتوسط لك يعني واخفف من عليك العقوبه. بعد كده بتيجي الكتور اللي هي كانت عايزه تعاقبه اصلا. بعد كده بيخش يوما بيقول لها انت مين اصلا عشان تعملي ده كله وانت اللي غلطان وانت اللي جاي متاخر وكمان عايشه فيها. فاحنا بتقول له انت ايه ده، انت جيت من هنا انت اصلا انت معانا. بيقول لها انا معاكم اصلا من اول يوم، انت اللي جاي علينا اهو، كنت معاه وهو بيحارب وهو بينقذني ومعاه في كل حاجه، انت اللي لسه جاي بيت فوق، انت لسه جاي. فبعد كده بيقول لها انت غيرانه منه ليه وايه المنافسه اللي بينك وما بينه. فبتقول له انا غير من واحد رتبه جيم ده انا رتبه الف يلا. فهنا بيقول لها يعني ايه رتبه الف اصلا انتوا مين اصلا. هنا بتشرح له وتقول له ان احنا 400 من اصل 100,000 اصلا، هم عباره عن 4 او 5% بس من المنظمه وهم النخبه. فهنا بيقول لها يعني ايه نخبه اصلا انتوا مالكوش فيها اساس. فبتقول له انت غريب وما تتدخلش وبنعرف ان في حد بيراقبه. فهنا بيقول لها كتوره. فهنا بتقول له انت ولا ما تنساش نفسك يلا، اسمي كتوره سان يلا، سان قبل كتوره يلا، ما تنساش نسب الشرف يلا، ولا انا رتبه الف يلا انت كحيان يلا. فهنا بيسالها هو ايه اللي حصل ده وليه اصلا في نيبه كان عندنا في المدرسه ومش مفروض يتفتحوا بس في الاماكن المخصصه بتاعتهم. فهنا بتقول له المناره مش شغاله بقالها فتره وفي مشاكل ومش عارفين مشكله من المناره ولا لا، لان امبارح بس اتفتح بس 6 بوابات في اماكن مختلفه وبقالنا فتره بيتفتح بوابات في اماكن مش عارفينها واماكن شاذه، او هم بس بيكلموا بيتفتح بوابه جنبهم فبيطلع نيبه طاير كده غريب مش مفهوم. استغربوا من شكله ان اول مره يظهر. فهنا بيسالوا هو ده نوع ايه اصلا، فبيقول له ده نوع نادر من النيبه وده النيبه طاير متخصص في التفجير. فهنا بنشوف ان النيبه ده عمال يفجر المدينه حرفيا. بعد كده بيروحوا الاثنين بس ميكو ما بيعرفش تربن او المانا بتاعته بتخلص بسرعه فما بيعرفش يكمل اي حاجه. فهنا بتضحك عليه
عليه بتقول له فعلا رتبه جيم فعلا، الحمد لله اتاكدت ان انت رتبه جيم يا فاش. هنا يوما بيقول لها بنت كيتو انت متاكده ان انت تروحي لوحدك؟ سابت كل حاجه. كيتو سان يا ولاد الجزمه، اسمه كيتو سان، وسان قبل كيتو قلتها لكم قبل كده. فبعد ما بتمشي بيقول له طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ فهنا بيبص للناس بيقول له هنروح ننقذهم وننقذ الناس، بس عايزه تساعدني في حاجه بسيطه، لو هي حصل لها حاجه، عشان هي ما تعرفش الليبه دي ولا عارفه ان هو بيقاتل ازاي، بس لما عرفتش تقاتله يا ريت تساعدها حتى لو في السر. بعد كده بيروح ينقذ طفله كان بيقع عليها حاجات فبينقذها. بعد كده بتتنقل الاحداث لكيتو سان، وبعد كده بتطلع من على الكائن الغريب فبتحاول تضربه. فهنا بيوجه اشعه ليزر عليها من عيون كتير كده غريبه، فهي تفعل درع وبتنقذ نفسها في اخر لحظه. الحلقه الخامسه هنا وبنعرف ان النيبه لما خسر بيحاول يفجر نفسه وينزل في المدينه كلها ويعمل تفجير ذاتي. فهنا بعت الكائن بتاعه عشان يربط السلسله، وبعد ما ربط السلسله رماه في النيل. فلما طلعت من النيل شافت ميكو هنا فاستغربت ان ميكو بيعمل ايه هنا، فقالت هو عمال يجمع شهره، هو ليه مهتم قوي بالشهره قوي كده من بين الناس، هو عمال يبين ان هو حلو. لقيته مره واحده غير الكلام وقال لا مش انا، كيتو سان هي اللي عملت كل المجهود ده وكل حاجه، في قلب الاحداث عندها. فهنا استغربت، فمره واحده طلع من جنبها بيقول لها شفتي انت اللي شايفه الواد غلط وبنت جزمه ازاي؟ فهنا بتقول له فعلا هو ان هو ما يبانش ان هو رتبه جيم. بعد كده بيروحوا لمنظمه الاتفاق، ويوما بيقول له لو احتجت مني اي حاجه بس كلمني، وهو كان سايب فيه اصلا جزء من الكائن صغير. فهنا بيقول له تمام وبيمشوا. وبعد كده جين بيخش المنظمه وبيخش الناس كلها بترحب بيه، وبعد كده بيروح يعكس بعد يقول لها قمر على القمر يا قمر. فقول لها معلش يا انا لساني ده في حته مشكله صغيره، كل ما اشوف ناس قمر بيحب يقول لهم يا قمر، تقول له كداب. فبتقول له انا سمعت ان انت عزمت 12 جندي تيريون. فبيخش بيلاقي الغرفه اللي هي المفروض هيتحاسب فيها ميكو، وبعد كده بيقول له انا جين. فبيتعرفوا هو ميكو بيقعد جنبه. ميكو قال اكيد هو مش فاكرني من ساعه ما انقذني. فانا بيتكلم قائد مقر البوردر، وهنا البوردر ده هو منظمه الدفاع. بيقول هنتكلم عن البوابات الشاذه، وبيقعد يكلم كلام كده وبيقعد يهري. فهنا مدير تاني بيقول له اصلا لازم نقرر الاول بس هنعمل ايه قبل ما انت تكلم وتهري. فهنا عندنا واحد خرق القواعد واستخدم حاجات كتير كده، وانت ايه مصحصح معانا صباح الفل يا صاحبي. فهنا كل مدير وكل واحد بيقول حاجه عنه، اللي يقول مش عايزين الحاجات دي تحصل تاني علشان ما حدش يتبع بعد كده. وبيجي واحد مبطرخ كده تخين ويقول لازم نعاقبه ولازم يحصل عقاب شديد جدا، عشان احنا اصلا بندي الاسلحه دي عشان نعاقب الناس الغبيه اللي زيه، والناس هتفتكرنا حاجه وحشه. فهنا جيم بيقول له هو ماله قاسي عليك كده ليه؟ قلبك قاسي قوي. انت قلبك قاسي قوي او انت مش بتحس كده وكده. بعد كده في واحد بيتدخل بيقول ان هو انقذ ناس كتير، حتى كتورا هي اللي قالت حاجه زي كده، وان فضله كان كبير وانقذ ناس كتير. جيم بيقول هي كتورا هي اللي قالت كده؟ كتورا بنفسها غريبه. فبنرجع تاني للمدير بيقول هو اصلا فعلا كسر القواعد، بس هو بيعرف يتصرف في الحالات الطارئه، فهو تصدى الاثنين نيبه بمفرده، فدي حاجه غريبه قويه في نفس الوقت، فمستحيل نضحي برضو بحد بالقوه دي. فالمدير العام بيقول انا متفق مع المدير التاني فعلا في كل حاجه هو قالها، بس برضه انا مش عايز واحد ما بيتناش الاوامر وبيكسر القواعد برضه عندي في منظمه الدفاع. بعد كده المدير العام بيساله لو الحاجه دي حصلت تاني انت هتعمل ايه؟ فهنا بيقول بكل صراحه لو شفت حد قدامي بيتاذي هنقذه. فالمدير التاني بيقول ان على الاب وغبائك يعني. فيجي الراجل المبطرخ ده بيقول المؤمن هنا يا جماعه ده عيل زباله وشفته وهو بيكسر القواعد. بعد كده واحد بيقول منهم نكمل الاخبار بس بتاعه النيبه الاخير، هو قتل 18 واحد، اكتر من 100 جريح في القصف اللي حصل في الاخر. فبعد كده بيقول احنا هنحتاج تعويضات كتير. فالمدير التاني اصلا هو المسؤول عن الفلوس بيقول له لو حصل اي حاجه من كده انا هدفع التعويضات عادي مفيش مشاكل، بس اهم حاجه ان الحاجه دي ما تكررش تاني، لان لو فضلت على كده كل يوم احنا هنفلس يا صاحبي. بعد كده بنكتشف ان الحاجز مش هيستحمل اكتر من 46 ساعه تانيين علشان يفضل يخلي النيبه دي في مكان محدد بالظبط. فهنا جيم بيقول لهم ما تخافوش انا هكتشف كل حاجه واعرف لكم ايه اللي هيحصل وههتم في كل البوابات وكل حاجه. فبعد كده بيقول لهم سيبوه ليا. فالمدير الاساسي بيقول له انت متوقع ان هو ليه اي علاقه بالحاجات اللي بتحصل الاخيره؟ فهنا فالجين بيقول انا حاسس كده وتاثير الجانبي بيقول كده. فهنا بيستغرب التاثير الجانبي ايه؟ تاثير الجانبي بتاع ايه؟ بس هنكتشف قوته دي بعدين، بس استنوا بس شويه. المدير العام بيقول له خلاص خده. فبعد كده جيم بيروح يصدق كل مدير لوحده، يوريني ان ميكو انقذ الناس فعلا وان ميكو حد حلو، فداخل لكل واحد كده من حتته وبيرشي وكلهم واحد ورا التاني. بعد كده بيخش على ميكو، واحد كان موجود في الاجتماع وما كانش يتكلم خالص، كان موجود ورا المدير العام. بيقول له طب بالنسبه اللي كان في واحد بقى غير الثلاثه دول خالص في الاول قبلها بكام يوم، هو انت برضو اللي قتلته؟ قال له انا اللي قتلته. فهنا بيروح للقائد العام بيقول له سيب فري يراقبه علشان انا حاسس ان في حاجه غلط فيه
او هو بيتكلم مع حد من النيبه، فبيقول له ايه الاساس اللي انت بتستند عليه؟ فبيقول له فعلا الاثنين اللي هو قتلهم قبل كده في المدرسه كان بالسلاح بتاعنا، بس في اول واحد خالص اللي قبلها بكام يوم ما كانش بالسلاح بتاعنا وما لناش اي علاقه بيه، واترصد ان هو اللي قتل من النيبه برضه وسلاح غريب اسود. وبعد كده قال له خلاص هو ليك واتعامل معاه. فهنا بيبان الفرقه اللي هي مكلفه بان هي تراقبه. فمره واحده بيخش جين، تحب البسكوت صعب تشربه مع حاجه ساقعه ولا بتشرب الحاجه ساقعه من غير بسكوت؟ بعد كده جين بيروح لميكو، فهنا ميكو يساله انت عرفت السبب بتاع البوابات؟ فهنا بيقول له لا بس انا عارف شخص يعرف حاجه زي كده والشخص ده انت عارف. بعد كده بيقابلوا يوما مره واحده، فيوما بيقول لهم ايه ده عاملين ايه انت مين؟ فجين بيقول له انا جين. صح بتعمل ايه هنا بقى؟ بيقول له ايه ده انت صغير قوي يلا انت عندك كام سنه؟ فانا بيقول له لا ما تخافش انا كبير انا صغير بس في الحجم، ها صغير في الحجم بس وانا عندي 15 سنه اصلا. نعرف ان قوه جين حرفيا جباره. فيقول له انت جيت من عالم تاني صح؟ بيرجع مره واحده يوما لورا بيقول له ما تخافش ما تخافش انا جاي اسال بس وكده كده انا رحت كذا مره للعوالم الاخرى وعارف ان في نيبه حلوين ونيبه وحشين. فهنا بيسالوه انت الجانب الاخر بتاعك ايه والجانب التاثير بتاعك اللي انت عمال تقول عليه؟ جين بيقول لهم ان انا بشوف المستقبل، ولما شفتك امبارح في القاعده عرفت ان احنا نتقابل النهارده وان في حد هيقول لي السر النهارده ليه البوابات بتتفتح. فمره واحده هنا يوما بيقول له انا اكتشفت السر، كان غريب صغير وهو ده السبب اصلا. فهنا كان الاسود اللي معاه بيطلع اهلا جين انا ربليكا، فانا جين بيقول له اهلا مسا اخويا انا جين، وبيتعرفوا على بعض ولا كأن في واحد غريب اصلا عن كده. بيقول له ان في منها الاف ومستحيل نقتلها في مره واحده قبل ال 46 ساعه اللي هتحصل. فجين بيقول له ما تخافش دي مشكلتنا احنا بقى. هنا بيروح حرفيا يظبط كل حاجه انه يقتلها في اقل من يوم كامل. فبيكلم كل مدير حرفيا في المنظمه وبيديه كل واحد مهام ولا كأن هم اللي شغالين عنده، فبيقتلوهم اقل من يوم واحد. بعد كده يوم قال لجين خلي كل حاجه هنا حصلت تتنسب لميكو علشان يرقوه وكمان يشيل من عليه الضغوطات اللي حصلت في الفتره الاخيره ويخلوه رتبه بيه. بعد كده يوما بيقابل واحده وهو بيتمرن على العجله وبيقع وبيطلع عين قالوا تروح تلحقه. فبيقول لها لا انا وخير ما تخافيش. تقول له انت بتحاول تضرب على العجله؟ بيقول لها اه بس مش عارف. بعد كده بتساعده وبتعلمه وهي بتزقه. فهنا بيبدا يفهم هي بتمشي ازاي، فبيعرف ان هي لما بتزود السرعه بيعرف يمشي. فهو بيفهم لقى نفسه في البحر اصلا. بعد كده بيسيبوا بعض وبعدها بيحصل ان نيبا بيخش عليها كان هيموتها، فهو بيروح يلحقها وكان عايز يحاول التريغه بتاعه. بس هنا عارف ان في كذا فريق جنبه وان مستحيل يتحول دلوقتي وما ينفعش علشان لو شافوه. بعد كده بيتدخل ميكو هو اللي بيهزمه. انت متخيل ميكو الضعيف كلب هو اللي بيهزمه؟ سبحانه. فهنا بنكتشف ان تشيكا دي شخص بيكذب النيل. فيوما هنا مستغرب القطر خالص فمركبوش ولا مره فنفسه فيه. فهنا تشيكا بتقول له انت ما ركبتش قطر قبل كده؟ بيقول لها لا انا النيبه. فلسه ما كملش الجمله راح مسكته ميكو. اتنين من المنظمه بيقولوا له اقفوا مكانكم احنا من المنظمه. قالوا هو مين النيبه هنا؟ يوما بكل بساطه انا النيبه. فبيسالوا تاني انت النيبه؟ قال له انا النيبه. راح ضربه على طول. فبعد كده بيكون مفعل الدرع فبيقوم سليم. فبيقول لو تعرف جين اساله. الولد التاني بيقول له انا كنت شاكك ان جين اصلا خايف. يلا وبيبدا بقى القتال هنا كل هنا بيفعل التريجر بتاعه بيبدا قتال حرفيا ما بينهم. فبعد كده ميكو بيرن على جين بيقول له احنا بنتضرب. جين بيقول له ما تخافش ارجع بس واتفرج معايا وانت ساكت. نعرف ان هم حرفيا مظبطين نفسهم جدا وحاطين واحد ثابت وواحد بيتحرك واتنين قانصين. وطبعا يوما خايف يتغاشم او يعمل لهم اي حاجه لانه ما يعتبروا في الحاله دي ميكو خاين اساسا وان هو نيبه ضد البشريه. فهنا بيحاول يخليها مفاوضات بس مش عارف. والتاني كده بيضربه بالرصاص بس الفكره ان الرصاص بيعدي من الدرع ولا كأن الدرع موجود اساسا والطلقه حرفيا بتبقى زي المعدن وبتخليه مش عارف يتحرك. فهنا عجبات الطلقه قوي فبيستنسخها اساسا وبيخليها اقوى بكتير وبيضربهم بيها وبيكسبهم حرفيا بينفخهم. بعد كده القناص بيحاول يضربه وجيم بيخش على القناص بيقول له انصحك ما تستفزهوش. وبعد كده بنتنقل ليوما وبيقول له ممكن نتفاوض بقى كده ولا ايه الدنيا معاك؟ جيم بيقول لهم طبيعي ان انت تخسره ده تريغا اللي معاه تريغا اسود اصلا مش عادي. وبنعرف ان تريغا الاسود عنده مميزات مختلفه وبتبقى مميزات نادره. لكل تريغا اسود ليه مميزات مختلفه عن تريغا تاني. فبعد كده بيقول له كل النيبه اعداء للبشريه وانا اخد حقي. وبعد كده بيعمل رجوع وبيرجع واكتشف ان ينفع يعملوا رجوع في اي وقت. بيرجعوا للمقر بجسمهم الاساسي. وبعد كده تاني بيقول له انا كده خسرها عادي لو عايز تحلني يعني.
يوما بيقول له ما تخافش انت كده كده ضعيف اصلا. الا بيزعل قوي يا عيني على قصف الجامعه. بعد كده جين بيقول له انا هرجع اقدمه كلام من طرف واحد ولازم اروح ابعت كلام انا كمان واكتبه عشان التقرير يكون متفصل ويتعرف انت مين بالظبط. فهنا ميكو بيقول له انا هروح معاك انا كمان. بعد ما بيروح المقر هم بيستغربوا بيقولوا له يعني تريلا اسود ونيبا انت كنت مسيطر على حاجات زي كده ازاي؟ الصراحه عشان عايزه ينضم لينا اساسا واحنا ضعاف قوي الفتره اللي فاتت. فقائد المقر القفل بيقول لهم حلو الفكره حلوه، قتلوا بقى النيبا وهات السلاح بتاعه. وبعد كده في واحد بيدخل بيقول لهم دي سرقه اصلا انتوا هتعملوا ايه في الدفاع لو كل الفرق دي طلعت عشان تموتوا. بعد كده بيقولوا احنا ليه هنطلع الفرقه دي اصلا؟ هنطلع تريغا اسود قدام تريغا اسود الجين معاه. فبيدي امر الجين ان هو يجيب يوما في شويه. فجين بيرفض الامر طبعا وبيقول لازم تؤمر قائد الفرع بتاعي، انا ما اقدرش اعمل حاجه زي كده غير لما قائد الفرع بتاعي اللي يقول لي مش قائد العام. فالقائد العام بيبص لقائد الفرع فبيأمره. فقائد الفرع بيقول لجين استولى على التريغا الاسود بس بالطريقه اللي انت شايفها مناسبه. بعد كده كله بيستغرب ايه اللي انت بتقوله ده. بعد كده بيسالوا ميكو انت عرفت ان النيبا ده اصلا بيعمل ايه هنا؟ فهنا بيقول لهم كل اللي هو عارف ان هو جاي لصديق والده. فهنا بيقولوا طب صديق والده اسمه ايه؟ فبيقول لهم كوغا يوما. فهنا كلهم اتصدموا صدمه كبيره عشان كلهم طبعا عارفينه. في واحد بيسال هو مين ده اساسا؟ فواحد بيجاوب بيقول ان هو كان مؤسسين اساسا من 4 سنين ونص بس هو اختفى مره واحده. بعد كده بيسالوه هو فين والده دلوقتي؟ فبيقول لهم ان هو مات. فبعد كده قالوا خلاص يبقى مش محتاجين اي تعزيزات طالما هو والده مات. وبيحكوا اليوم اللي حصل بالظبط في مقر الدفاع. فهنا جين قال ممكن نشكل خطه جديده خلي يوما ينضم لمنظمه الدفاع. فهنا ميكو بيقول له ما ينفعش ينضم وهم اصلا بيحاربوا نيبا، ازاي هتجيب نيبا عشان يقتل نيبا؟ موافق بس بشرط ان ميكو يكون معايا في نفس المقر. فهنا جين قال له خلاص تمام هحاول مفيش اي مشاكل. بعد كده بنعرف ان اسم المقر بتاعهم او الفرع بتاعهم اسمه تماكوما. لما بيخش المقر بيلاقوا طفل عنده 5 سنين اسمه يوتارو وبيستغربوا ان الطفل ده اصلا موجود وبيحارب. بعد كده بيقابلوا واحده تانية شغاله هي اللي بتشغل الفرع حرفيا اسمها الشوري. بعد كده بيستغربوا هو ده فرع انتوا متاكدين ده فرع من قاده الدفاع برضه اصلا؟ ده حديقه حيوانات يا. فالبيت دي بتحضر لهم فطير والطفل راح يقلب اصلا من يوما الحاجه فكر ان يوما يكسب ويقول له لا بالعين يوما ضربه الفطيره بتاعتي اهو ولا هو. بعد كده تشيكا بيصعب عليها الورقه بتقول له خد الفطيره بتاعتي عادي يعني. بعد كده بنعرف ان الفرع ده هم ال10 اللي شغالين فيه اصلا مختارين بالعدد ومش في ناس كتير. جيم بيقول لهم لازم تقولوا لاهلكم ان انتوا هتباتوا عندنا وما تخافوش محدش هيقدر يطاردكم طالما انتوا قاعدين في المقر بتاعنا. بعد كده بتسيبهم يختاروا الغرف. بيخشوا مره على غرفه كلب ومره على غرفه جين. وجين حرفيا ما بيجيبش غير الشيبس. تقريبا الغرفه عباره عن شيبسي وسرير بس الراجل ده هيغرق في الشيبسي. فهنا بيحصل خناقه ما بين البيت وجين بتقول له طب ما تاكلش طيب الحلويات قبل الاكل. بيعرفوا ان في واحد بتاع دليفري جاي. ده انا وانا بجيب لكم والله الانمي لغايه عندكم يا جماعه والله شوف عشان تعرفوا ان انا بتعب ومحدش بيدفع بقشيش. فبنعرف ان التاثير الجانبي بتاع جين بيعرف ان هم مش هيعرفوا يجيبوا اكل وبيعرف ان مفيش اي اكل هيتعمل ولا حد هيطبخ قال ينجز يعني. وبعد ما بياكلوا جين بيقول لهم ان الرئيس بتاعهم جاي. وبعد كده بيخشوا عليه. فهنا بيقول لهم اهلا بيكم. بيقعد يكلمهم وبيقول لهم. فهنا بيقول له انت تعرف اسم صاحب والدك اللي انت جاي اصلا تشوفه؟ بيقول انا عارف اسمه هو موفرمي سويتشي. نعرف ان هو اللي ضرب جينو كان احد المؤسسين بتاعه المنظمه وكان ند لابوه. بنعرف كمان ان السلاح الاسود كان بتاعه. فكده بنعرف ان الاثنين اللي كانوا من ضمن المؤسسين كان كل واحد فيهم معاه تريلا اسود. واحد راح ليوما والتاني راح لجي. فقائد الفرع بيقول له هو لو كان موجود كان هو اللي حماك اصلا كل الهبل اللي بيحصل ده. المفروض ارد ليك جميل عشان برضو انقذني كتير وحماني وهو اللي ظبط لي المسيره بتاعتي هو اللي خلاني هنا اصلا قائد الفرع. ولو انضممت لينا هقدر احميك من الفروع الاخرى ومن المنظمه كلها بس ده علنا دلوقتي هقدر احميك سرا فقط. بعد كده يوما بيرفض. بعد كده جين بيقابل يوما بيقول له انا اسف ان انت اصلا جبتني لغايه هنا وانت اللي دعيتني وفي الاخر ارفض. فجين بيقول له لا عادي ولا تشغل بالك ده قرارك اصلا واحكي لي عن نفسك وعن الماضي بتاعك. فهنا بيبدا يوم بيحكي لي لما كان هو صغير وابوه معاه كانوا برضه في حروب زي الموجود عند البشر بالظبط. نعرف ان والد يوما اصلا حذره ان هو يشارك في الحرب بس رغم كده شارك في الحرب برضه واتهزم بس كان خلاص على شفه الموت اساسا وهيموت. والد يوما ملقاش حل غير ان هو يعمل التريغا الاسود عشان يحفظ جسده جواه بس مقابل ده تهلك كل التريون والطاقه بتاعته حرفيا ومات بسببه اساسا. بعد كده كله بيزعل في المدينه بتاعته لان ازاي ده اصلا مات وازاي يموت عشان حته عيل. فهنا بيقول يا ريت ابنه هو اللي مات احنا كده هنخسر الحرب من غيره بس عندنا تريغا اسود ممكن نستفاد منه. فبيحاولوا يقنعوه ان لازم يحارب معاهم. التاثير الجانبي بتاع يوما فبيعرف ان هم كدابين. بعد كده بيفضل 3 سنين يحارب النيبا بدلا من ابوه علشان يكفر على الذنب اللي حصل. وبعد كده انتهت الحرب. وهنا كان الاسود اللي معاه بيقول له ما تروح هناك هم ممكن يعرفوا يرجعوا الجسد بتاعك وفي نفس الوقت ابوك هو اللي قال لك روح. هنا بنعرف ده السبب الرئيسي اللي خلاه يروح اصلا عند اليابان. بعد كده بنعرف ليه هو صغير
حته 140 سم عشان هو الجسم بتاعه من تريون، وتريون ما بيملكش ان هو يزيد في الوزن وطول، هو بيبدا يموت مع الوقت وما بينامش وما بيعملش اي حاجه زي الناس التانية. بس نعرف ان يوما كان هدفه هدف تاني خالص، ان هو يرجع ابوه للحياه من التريغه الاسود اللي معاه. بس لما شاف ان في تريغه تاني وعرف ان حاله سويتش اللي كان موجود ما عرفوش برضه ينقذوه، فعرف ان خلاص ما كان انقذوا اللي قبله، فاهم. بعد كده بنعرف ان يوما ما عندوش اي هدف للحياه اصلا، فكان الصغير الاسود هو اللي بيروح يكلم ميكو ويقول له انت الوحيد اللي ممكن تخليه يكون عنده هدف، انت اللي ممكن تكلمه وتخليه يبقى عنده هدف في الحياه. هو ما عندوش اي هدف، هو دلوقتي هيرجع للعالم تاني. بعد كده بتتنقل الاحداث ان ميكو نازل فلقت شيكا عايزه تنضم معاهم. البنت اللي كانت موجوده كانت فاكره جين اصلا، خلت الثلاثه منضمين ما تعرفش حاجه، فهنا بيزعل ميكو وخايف عليها ومش عايزه تنضم اصلا. نعرف ان مفيش مكان اصلا لتشيكا في المقر صغير اصلا، عباره عن 10 بس. فالبنت بتقول لها لو انت عايزه تنضمي قوي كده بجد روحي انضمي بس للمقر الرئيسي، انا اسكن عليها، عايزاكي تبقي معانا بس مفيش مكان، اعمل ايه؟ بعد كده ميكو بيقول له طب ما تيجي تنضم معانا علشان ندور على اخوها وعلشان ندور على صديقتها بالمره، واحنا لوحدنا مش هنقدر نعمل اي حاجه، وانا موافق بس بشرط انك تعلميني ركوب العجل عشان لسه مش عارف اركب. هينقذ العالم كله عشان عجله. تبدا بالشيوري وبتقول لهم انت ياض منك ليه، يلا بقى ركز معايا، لو انتوا عايزين تترقوا الرتبه الف فلازم يوما وتشيكا يوصلوا اصلا الرتبه بي الاول، وهي اصلا مش ناس ذكاوه يعني. والطريقه هي بانهم يجمعوا نقط لما يقدموا في تجنيد، وانهم يهزموا معظم اللي في الرتبه جيم كلهم عشان يقدروا يخشوا في البطولات التصنيف ويترقوا الرتبه الف بعديها. فيوما بيقول لها طب حلو قوي ده، ما اروح اجيبهم لكم كلهم في شويه للرتبه جيم كلها. فشيوري بتقول له اهدى بس اهدى، التجنيد اصلا بيفتح 3 مرات بس في السنه، والمره الجايه اصلا قدامها 3 اسابيع. فهنا يوما بيزعل. بعد كده جيم بيقول له انت زعلان ليه يا ابني، انت كده كده محتاج تتدرب على التريغه اصلا بتاعنا، انك ممنوع تستخدم التريغه الاسود بتاعك. بعد كده بنشوف تشيكا هيخلوها مقاتله ولا مشغله ولا قناصه ولا ايه، فبنعرف انها ما بتعرفش تعمل اي حاجه خالص. فجيم بيقول لها طب ما تخليه قناص من التريون عندك اصلا عادي. بعد كده كل ما بتخش مين اللي كان الفاصوليا بتاعت انت، اكيد جبنه براميلي والتسع عيال دول هم اللي كانوا جبنه. احنا اسفين قوي يا بنتي، ما عندنا ضيوف، نجيب لك غيرها عادي يعني. يلا انا عايزها دلوقتي. ما طب بكره بالليل دلوقتي. كيسكي وريجي بيخشوا في الصداع، الواحد ما بيعرفش ينام في المكان ده ولا ايه بالظبط. ايه ده او مين دول، انتوا ناس جديده ولا لا؟ مش عايزين، ما فيش اصلا فاصوليا تكفينا كلنا، يلا مشوا من هنا يلا هش. فجيم بيقول لها انا ما كنتش عايز اقول لك اصلا، بس طالما انت مصره انا هعرفك من دول اخواتي اصلا وما عندهمش مكان اساسا يباتوا فيه، يرضيكي اسيب اخواتي طيب اللي من لحمي ودمي يعني في الشارع؟ ايه اخوة انا اسفه، وريني كده شكل اهو شبه انا اسف. هولي بقى كده اعرفكم على العبيط اللي بتصدق اي حد واي حاجه اصلا في اي وقت، وهي كيريو. فجيم بيقول لها انا اسف بس ما توقعتش والله العظيم ان انت تصدقي، يعني انا عارف انك عبيطه بس مش للدرجات دي يعني. لا 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 استني بس، هو الرئيس ذات نفسه هو اللي امر اصلا بان هم يتعينوا عندنا في الفرع، بس هم طبعا هيقدموا الاول في التجنيد هناك مش هنا عشان ما فيش مكان طبعا هنا. وحاجه كمان كل واحد فينا هياخد واحد يدربه، فهي بتختار طبعا بتقول انا عايزه اقوى واحد فيهم طالما كده كده هدرب، فانا هاخد يوما وشكله قوي. فايفون بيقول لها لا عندك نظره، لا عايش عليك. بعد كده ريجي مع تشيكا وكيوسكي مع ميكو، يلا بقى يا جماعه كده يلا بالتوفيق بقى. فجين هنا بيخلع طبعا بتقول لها كده جربي يلا قولي تريغا اون، وهي لما بتقول تريغا اون فبتتحول ايه ده اتحول، فبتفكرني هنا بفتاة القوه والله العظيم لما بتحول. يا كانت ايام جميله قوي. المهم بنكمل كده وبنعرف ان الجسد الحقيقي بيتخزن اصلا في تريغا، وان هي مش هتحس باي حاجه. فبتقول لها جربي كده قروسي، فهي بتقرصها اصلا. يا بنتي مش انا انت وانت تحسي بيا الله يخرب بيت. شيكا بتخش كده في غرفه تدريب، والغرفه بتكون غرفه افتراضيه، والمهم بتخش تتدرب كده على الهدف، واصلا عمره بتجيب. فهنا بيقول ان الايم بتاعها حلو قوي، وبيقول لها معاكي 2 3 مثلا كده لغايه اما اصلا التريون عندك يخلص وطاقتك تخلص، واطلعي عادي استريحي وبعد كده خشي تاني. وهو طالع بتقول له هي عملت ايه معاك، فهي بيقول لها هي مطيعه وكل حاجه وحاجه بتريح، بس يعني هي هتنفع في القتال اساسا، مش مكانها، دي مكانها تروح تلعب في المراجيح. تل يوم اهو يا ابني بقول لك ايه على الابيض كده، انا ماشي على البركه تمام، فانا مش هعرف اعلمك وما علمتش حد قبل كده، فانت
واتفرج واعمل زيي وخلاص. فبيقول لها هو انا ينفع بس استخدم كامل قوتي ولا لازم اكون متحجم بحاجه؟ فهي بتقول له كامل قوتك. تعالى هلا اوزا، تعالى اعمل اللي انت عايزه، انت اصلا كده مش هتكسب. اوزا انا اسمي يوما يا اوتا، يا اوتا يا كونامي اسمي كونامي ثانيه لا والسن قبل كونامي. يا عيني عليك يا ابني، يا عيني عليك، انت متاكد ان انت رتبتك بيه؟ انت ضعيف قوي ليه؟ وكونامي هنا كانت طالعه زعلانه قوي، هم لعبوا 10 جولات بس هي خسرت اخر جوله وكانت 9-1، فهي زعلانه قوي. فهي بتقول ما تفرحش بس بالفوز بتاعك، ما تفرحش، ده هي مره وكانت بالحظ ومش هتتعاد تاني. اقول لك تعالى نخش تاني، يلا بقى انا هعرفك ان اخرك فاضي. انت يلا برد، يلا الحوار ده مش جاي معاك بحاجه، تهزها كده يا اسطى احسن من عادات. بعد كده التاني ده بيرجع، ايه ده هي لسه بتتدرب؟ طب هي فين؟ طيب تشيكا دلوقتي هي جوه. طب استني كده اخش ابص. ايه ده انت بتعمل ايه هنا؟ ايه في ايه غلطت؟ طب هو كان المفروض اخرج تقتل لما الطاقه تخلص في 2-3 بس هي ما خلصتش. عادي انا ممكن اكمل. ايه اطلع نبدا الحلقه اللي بعديها. ايه ده يا ابني؟ ايه ده يا حبيبي؟ في ايه؟ هو انتوا لسه بتراقبوهم؟ هو اصلا قاعد جعان يا ولاد المحظوظه دي كلها لحمه. بعدين ايه ده في ناس مسؤوله عن اكلات معينه والناس اكلات. ايه ده امال اكله الكاري دي مين مسؤول عنها يا اسطى؟ هو ده ليه علاقه بالطريقه اللي احنا جايين نسرقها؟ بنعرف ان اقوى فريق اصلا رجع كان في عالم النيبه، وبنعرف ان هم جابوا 4 اسلحه طريقه جداد. وبعد كده بيقولوا يا باشا ما تكبر لي السفينه شويه، رجلي بتخبط في اللي قدامي. هو ده ميكروباص اصلا يعني ولا ده ايه بالظبط؟ بيقول له بص يا بابا، بس يا حبيبي اكبرها لك ازاي؟ ما انت عارف انها بتتحرك اصلا بالتريون وما فيش اصلا تريون يكفي يمشيها. بعدها بيحكوا لهم على الاوضاع وعن النيبه وبيستغربوا قوي النيبه ينضم اصلا لينا وعند فرع تماكما. طب ازاي؟ اوريدي اصلا فرع تماكما المهندس اللي كان صممه قبل كده هو اصلا كان نيبه، فده حاجه طبيعي. الفرع ده خاين اساسا. بس المشكله هنا مش في النيبه خالص، النيبه سهل ان احنا نقتله في اي وقت، بس المشكله في تريغا الاسود. فان فرع تماكما يكون عنده 2 تريغا اسود فده هيبقى صعب جدا، وهيبقى فيه اختلال اصلا في التوازن عندنا، لان كده هيبقى الفرع ده حرفيا جبار. فالرئيس بيقول لهم انا عارف ان انتوا لسه راجعين وتعبانين بس لازم نجيب تريغا ده في اقرب وقت. فبيقول له ماشي ممكن نهجم عليه النهارده. هم هيبقوا موجودين في الفرع امتى؟ لان احنا مستحيل نهجم عليه كلنا وهو في الفرع، عايزين نعرف بس هو بيطلع من الغرفه امتى او بيروح يشتري حاجه امتى او يعمل ايه. المهم بيقرروا ميعاد بالليل كده وبيقولوا تمام بيتفقوا عليه. بعد كده بنرجع للفرع وبنعرف ان هم عاملين يتخانقوا. فريجي بيقول ان تشيكا اصلا هتبقى من افضل حرفيا القناصين اللي هتوصل الرتبه الف باسرع وقت. كونامي بتقول لي حبيبي ايه يا بابا مفيش حد احسن من التلميذ بتاعي، انا تلميذي فوق 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 وجدي بقى بيت يرمع فيه الخير واحنا عيلتنا كلها خياله. فيبصوا لميكومي فعلا وهو ب4 عيون ده عمل ايه معاك؟ هيبقى حلو، ده اللي اقدر اقوله لك، هو هيبقى حلو. ضعيف يعني؟ لا احنا مش عايزين حد ضعيف هنا. بس بقول لك ايه، عارفه قال عليك ايه؟ قال عليك انك بتبقى قمر وكيوت قوي اصلا. ايه ده بجد ما تكسفنيش؟ ايه ده؟ لا اكيد طبعا لا انا بضحك عليك، انت مغفله قوي. وبعد كده بتضربه. انا مالي هو اللي ايه. بعد كده كله بيروح عشان يتدرب. بيقول له انت يلا نتدرب. هو ايه يا حبيبي هنفضل كده قاعدين زي خيبتها؟ فبيقول له يلا تمام. فبيلاقي نفسه بينظف. ايه ده؟ ايه مين هو ده؟ ليه علاقه بالتدريب؟ عادي يا حبيبي انت لازم تتدرب. انت الاحداث اللي جايين يسرقوا اصلا التريغا واقوى فريق حرفيا في برضه. كيفي يقول له انت بتجري ليه يا اسطى؟ في ايه؟ عادي بالراحه مش قادر. وفي ايه ده؟ كيبي يقول له يا ابني نفسي يا ابني بطل جري بقى وفرهده. ما ممكن كنا نركب مواصلات عادي ونروح. فجيم بيقول لهم السلام عليكم، ولا التلاجه فيها ميه تحبوا اوصلكم يا جماعه انتوا رايحين فين؟ وبنرجع تاني وبنعرف ان النتيجه اصلا اتحسنت بتاعت يوما 7-3. يوما بيقول له ما تسيبك من ميكو مره تيجي تدربني. بيقول له لا اسف مش فاضي، ممكن نكررها في وقت تاني عادي يعني، عشان المشكله انا دلوقتي ورايا حاجات كتير. بعد كده نرجع تاني لجين. فبيقول لهم ايه ده يا جماعه ما حدش هيقول لنا انتوا رايحين فين ولا ايه، ولا انتوا ايه خرص ولا ايه؟ بقول لكم جربتوا تواجهوا تريغا اسود. فاحنا بيقولوا طب ما توسع طيب واحنا هنروح نجرب. لا انتوا فهمتوني غلط يا جماعه، انتوا هتواجهوا التريغا الاسود بتاعنا احلى من بتاع يوم على فكره. يقول له انت يا جين انت مش عارف ان القتال اصلا ما بين العملاء ممنوع ولا ايه؟ فاحنا بيقول لهم طب ما تبصوا لنفسيكم انتوا كمان، ما انتوا القتال برضه معايا ممنوع. فكيبي يقول له بس في نقطه، هو اصلا النيبه لسه ما تعينش رسمي، انت بس اللي عايز تعينه في دماغك، فاحنا نقدر نعمل معاه حاجه دلوقتي. بس انت باستخدامك التريغا الاسود وانك تقف قدامنا انت كده حرفيا بتعلن الحرب قدامنا حرفيا. فعايز اسمه جويا بيسال سؤال كده، اجين انا ممكن اسالك سؤال بس كده؟ اسال يا قلب اخوك، انا مش قصدي حاجه يعني وانت يعني سيد الناس، بس انت ناوي تواجهنا كلنا كده لوحدك؟ جين لا بص كده يا قلب كويس، بص كده حواليك كده 360 درجه هتلاقي كده حبه ناس لوز. نعرف ان مدير شينودا اصلا بعت فرقه اراش عشان تساعدهم. بعد كده جين ما تنسحبوا يا جماعه وخليها ودي
ندي كده احلى ولا ايه؟ انت شايفين ايه يعني؟ انا شايف ان انت تخسروا بالتاثير الجانبي. الكلام بيقولوا التاثير الجانبي، لا انا بقول لك ايه، علم الغيب ده حرام. اسمع مني، احنا نجرب ونتاكد. نرجع بالاحداث تاني للبيت اللي هي في الفرع، وبتشرح لهم اصلا ان التريغه متكون من اكتر من تريغه، وفي تريغات بتوصل ل8 تريغات جواها اصلا، زي مثلا بتاعه جين، وبتستخدم في الدفاع والهجوم. وكي هنا بيواجه جين والاتنين متكافئين حرفيا، وقائد فرقه اراج اصلا بيدمر المدينه كلها. وكي بيقول له ايه ده هو انت احسن مني في حاجه؟ طب يلا. وطبعا بنعرف ان القناص مش عارف اصلا يصيب جين، لان هو اوريدي بيستخدم التاثير الجانبي بتاعه. نعرف كده ان بيتحالفوا الفرقتين دول بقى هم معاهم 2 تريغه اسود اصلا، وتلت المحاربين حرفيا اللي في المنظمه كلها. بعد كده بينفصلوا على بعض، وواحد بيقول له انت اصلا واقف مع النبا ليه؟ فبيقول له ان جين قال له ان ده لصالحهم اصلا، وجين ما بيكدبش. انت بتهزر يا اسطى؟ انت هتقف مع النيبه وهتعمل كل الحرب دي علشان حاجه تافهه زي كده؟ جين ما بيكدبش. عمر احنا لوحدنا ولا لا؟ احنا لوحدنا. احنا عمر ما بيكذبش. طب يا جماعه طالما كده هتتخانقوا، طب ما ننجز كده، عايز اروح الحق اكلم البيت قبل ما تنام وتقفش عليا. ايه ننجز بس كده. وده هفشتك عامل ايه قلب اخوك؟ ليك وحشه والله يا ساتر. بعد كده التاني ده بيأمر يوسكي اصلا ان هو يقتل القناص. قائد فرقه اراش بيقول له الكتوره روح ساعديه، ومفاجاه مش كده، هو بيبدا القتال الحقيقي حرفيا ما بين جين وسوي وكي. وبعد كده جين بيستخدم التأثير الجانبي على نفسه علشان يعرف المستقبل ويتفادي طلقات كلها حرفيا حتى بتاعه القناصين. وهنا توما اللي هو يعتبر اصلا افضل قناص حرفيا، فبرضه بيقول انت ما تضربش معانا ليه؟ فالتاني بيقول لا كبريائي يمنعني ان انا اضرب جين، كده الطلقه هو هيتجنبها اصلا بالتأثير الجانبي بتاعه. فانا كده بعمل ايه بالظبط؟ انا ماشي هروح لفرقه اراش، انا هناك هبقى احسن من هنا بكتير. بعد كده بنرجع تاني اليوم، وهو اصلا محتار ما بين انواع التريغه، وبيقول لها انا مش عارف اختار انهي اساسا. وبقول لك ايه، هو مش كان اصلا ميكو معاه واحد تاني كده بيستخدمه في اكتر من حاجه؟ فهي بتحكي له ان النوع التقيل ده بيبدل ما بين الدفاع والهجوم، وصعب استخدامه اصلا، لان في ناس اصلا قليله جدا اللي بتستخدمه زي ريجيو زي كي. وعلى العلم كي هو من افضل الناس حرفيا، وكان منافس تيين اساسا. كان دي ليه؟ اصل هو كان فتره كبيره وكان دايما في البطولات هو الاول وجيني تاني. فضلوا على كده فتره كبيره جدا لغايه لما اصلا جين بقى معاه تريغه الجديد اللي هو اسمه العقرب. وعموما التريغه ده اصلا اللي انت ماسكه على العلم يعني، بس ما عادش القتال ما بينهم من اخر مره لما هم كانوا بيتنافسوا على التريغه الاسود. بس التريغه الاسود رفع كيف، فطبعا جين مش قدامه منافس، هزم كل الهبل اللي قدامه وخد التريغه الاسود. واحد كده بيتكلم يقول يا جماعه فوق، ده بيلعب بينا كده، بيحاول يتسلى بينا علشان ياخر الوقت ويخلي الطاقه بتاعتنا تخلص، وهو عمال يجري اساسا وما دخلش في قتال جدي ولا مره لغايه دلوقتي. اصلا المفروض نسيب جين ونروح للنيبه اساسا، احنا اصلا جايين للتريغه الاسود اللي مع النيبه مش مع جين اساسا، احنا واقفين غلط كده. فجين بيقول له انت رغاي قوي ليه يا اسطى؟ في ايه؟ سمعت صوت القطر قبل كده؟ وبعد كده بيفعل التريغه الاسود بيقتله من ضربه واحده، وبيقول له يلا غدا الملاعب اجري يلا. بيفعلوا غدا الحرباء، وبنعرف ان قوه التريغه الاسود اللي هي خاصه بجين هو عباره عن 8 امواج بتعرف تنتقل الضربه دي في اي مكان حرفيا ممكن هو يشوفه، بس بيكون مكان صلب زي الحيطه او جدار او الارض، وبيقدر يكمل السيف وبيطلع يموت اي حد عادي خالص. فكي بيقول له التريغه بتاعك ضعيف لما انت بتكون قريب، اصلا هو حلاوته لما تكون بعيد وهتخسر القتال ده. فجين بيقول له شطور، وراح ضربه بالشلوط وجاري، وقناص بيحاول يضرب عليه بس مش عارف طبعا. وجين بينقل طبعا ضربه في الحيطه وبيصيب بيها كي، وبيقول له كان نفسي تقعد معانا كتير. فكي بيقول له ايه يا اسطى ما انا قاعد مش ورايا حاجه، انت وراك حاجه؟ والاثنين كده بيخشوا يساعدوه، وجين بيضرب واحد وبيحاول يموته، والتاني كده بينزل سيف في الارض عشان يطلع يموت جين، نفس فكره التريغه الاسود بتاع جين، وبيعرف يسيب بيه جين. وكي اصلا كان مستني لما هو يكون مخلص ال8 امواج بتاعته بيروح يضربه، وهنا بيغفله من ورا، بس جين في موجه من الموجات لما هو ضربها خلاها تلف وترجع تاني، وعملت حواليه حرفيا زي مربع او دايره. وجين بيلقح عليه ويقول لها انا عارف ان انتوا اقوياء يا جماعه بس بعدي سوري يعني. المهم بنرجع نكمل تاني بسرعه الشرح عن التريغه الهجومي. فبنعرف ان في طلقه عادي، وفي طلق رصاص متفجر، وفي تاني ثاقب بيخرم اي حاجه حرفيا وبيغير مساره، وفي رصاص كمان ان هو بيغير الموجه بتاعته وبيروح يحاول يطارد الهدف باي طريقه. قلب اخوك. بعد كده بنشوف فرقه اراش اصلا حط عليهم حرفيا انت بتجري، انت بخير يا اسطى، انت شايف ايه محطوط عليا لو مش واخد بالك يعني. وبنرجع تاني كده للبت اللي هي من فرقه اراش اصلا ومجهزه خيوط ريون، وبتشيل حركه الخصم حرفيا وبتكسب، وبتقول له باي باي كامبورا. بعد كده بيقول لها كامبورا وباي باي انت جايه معايا، ويزقوها لبره كده عشان تكون مكشوفه، والتانيين يضربوها. ودخل الولد بتاع قلب اخوك اللي
اللي هو من شويه ده، وحماها قبل ما تموت قناص بيجي يضربها وحماها تاني وما خدت ضربه مكانها وهو اللي بيموت وهي بتتاثر بس مجرد تاثير برجليها، وبيقول احنا كده بقينا 3 ضد 2. فنن 3 ضد 3 انتوا نسيتوني ولا ايه؟ انا القناص يو. بعد كده التانيين بيستخبوا في الزاويه اصلا ما بين المباني، والقناص بيحدد مكانهم عن طريق الاجهزه التتبع اللي هي معاهم. نعرف ان هم سابوهم اصلا وكانوا متجهين ناحيه جين، واخيرا جبتك فعل نيزك اصلا بيجيبه. طب البتاع اللي اتضرب عليا ده اصلا اللي هو تقيل ده نوعه ايه بالظبط؟ فهي بتقول له ان هو ده نوع اختياري اصلا وبيبقى مخصوص لشخص معين ومعمول عشانه بالظبط، والمهندس بيبقى عامله له. وفي نوع تاني اصلا بيستخدموا القناصين اصلا عشان يغير مكانهم، واي حد يقدر يستخدمه، بس هو القناصين بالاخص بتستخدمه عشان تغير مكانها لحظيا، بس بشرط ان لازم يكون شايف المكان اللي هو هينتقل ليه. بعد كده قائد فريق اراش بيستخدم الدرع اصلا وبيحمي نفسه. هنا بيقول له ما عاملينك طعم، طب فين اتباعك؟ طيب كده راحوا فين؟ والله يا باشا انا ما عارف، اصل هم مشوا وسابوني الوطين وراد الواطي. مش عايز تقول لي انت مش مهم هقتلكوا واحد ويا التاني عادي خالص. بعد كده بينتقل اني اصلا وبيهرب من الطلقه لما قناص كان مركز معاه اصلا عشان يضربه وكان متوقع ان هو ينتقل، فهنا البت مره واحده قتلته. يلا بقى بركز حلو بقى معاه، انا قلت لكم يا جماعه سابوني وانتوا اللي ما صدقتوش، انا مالي. قناص فرقه اراش اصلا الله 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 انتوا نسيتوني، بيضرب بالقناصتين حرفيا وبيجيبهم كلهم. وبنرجع لجينو هنا كي بيقول له مصلحه، عرفت اصلا كود التريلر بتاعك، وبعد كده لما نتقابل تاني في المسابقه وفي اي حته هعرف هزيمك. شفتني بالقناصتين، شفتني يا انا زعلان اصلا ان انا خسرت من فرقه اصلا متصنفه الخامسه. فاكتورها بتقول له ما كناش مهتمين بس بالمسابقات، مش فكره ان احنا متصنفين الخامس بس، احنا عندنا حاجات اهم اصلا. ازم يا اسطى باشا شفتني وانا بحط عليكم بالقناصتين؟ اسكت يا على فكره انتوا جين قوي هتزعلوا لما النيبه يخونكوا. حاضر ماشي ولا تزعل نفسك. كلام ننتقل للمقر. نوده فرقتك بتخوننا اللي هي ساعدك خيانه انا خونكوا؟ هو اصلا حد كان قال لي ان في اصلا مهمه حصلت؟ انتوا عملتوا المهمه دي من غير ما تقولوا لي اساس؟ انا ما اعرفش مين ضرب ومين ضرب، انا مالي. بس العلم بعد اللي انتوا عملتوه ده اي حد هيهاجم النيبه او يحاول يسرق تريغا الاسود انا اللي هتصدى ليه بنفسي. وبنعرف ان طبعا هو احسن واحد استخدم تريغا العادي في المنظمه كلها. قائد المقر بيقول له تمام ماشي المره الجايه نستخدم امو، وهو جوته كباره من رتبه اس. ايه ده؟ انت ناوي تدمر المدينه كلها ولا ايه؟ انت عارف ان هو ما بيعرفش يسيطر على قوته. سامع عليكوا التلاجه فيها ميه. انت بتورينا اصلا وشك ازاي بعد اللي انت نيلته ده. ايه ده بس كده يا ابو الحاج؟ اصلا في فرقه بتاخد دلوقتي الناس كبار اللي فوق ال60 وتجيب لهم ضغط وسكر، فايه ده؟ انت راجل كبير. وبعدين اصلا انا جاي اتفاوض يعني مش جاي اعمل حاجه، انا عايز اجند يوما. ايه ده نيبه؟ انت مفكرني هوافق كده بسهوله؟ نو هديك مقابل اكيد طبعا. تاخد التريغا الاسود بتاعي على فكره حلو، لسه قاتل لك بيه 6 من شويه، واصلا من احسن العملاء اللي عندك. انت بتهزر صح؟ ايه الصفقه الزباله دي؟ طب ما انا عندي حل احلى بقى، يعني مثلا انا هعتبرك خاين وهقتلك وهاخد التريغا الاسود بتاعك وهقتل النيبه وهاخد برضه التريغا الاسود بتاعه. ومش كده وبس، لا بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده. انا هجيب له شقه في القاهره وحماماتها في الجيزه على النيل اول الصحراوي. لازم تقول له حلو، بس في مشكله، انت كده هتعتبر في 2 خاينين كمان، قائد الفرع بتاعه وقائد الفرع اللي جنبك ده اللي هو اصلا شنوده، فكده هتبقى في مشاكل حرفيا. فالرئيس بيفكر كده شويه بيقول له ماشي موافق. بعد كده جين وهو نازل بيقابل كي بيقول له انت اتخليت على التريغا الاسود بتاعك عشان حته نيبه ليه يعني؟ روح هاته بسرعه وتعالى قاتلني دلوقتي، انا بعمل حساب ان هيحصل قتال تاني اصلا بيني وما بينك. تاني ده بيقول طالما انت كده ناوي تتخلى عنه اصلا بداتش المفاوضات ليه من الاول؟ فجيم بيقول له انا لو كنت بداتها من الاول كان التريغا الاسود ملهوش اهميه قوي، اما هو لما هزم 6 من احسن الناس اساسا في المنظمه فبقى ليه قيمه كبيره. فالتاني بيقول له يعني احنا كنا لعبه اصلا عشان المخططات بتاعتك تبقى حلوه. فبيقول له شطور عرفت منين؟ فكي بيقول له طب ايه السبب اساسا ان انت تساعد النيبه للدرجه دي؟ فجيم بيقول له ان القائد العام برضه ساله نفس السؤال بالظبط، واللي جابها بكل بساطه ان هو عاش عليها وحشه قوي وكان عايز يديله فرصه جديده. وكمان بيكمل كلامه بيقول ان هو لما تخلى على التريغا بقى الفئه الف وهيقدر اصلا يخش معاه في المسابقات تاني. فهنا كيبي يفرح وبيسكت ويقول له خلاص لو كده ما عنديش اي مشاكل يلا. المهم بيبدا كده يوم الاختبار، وبنعرف ان فرقه اراش هي المسؤوله عن المسابقه، وبنعرف ان لها شعبيه كبيره جدا اصلا ما بين الناس، وبيجي الناس اللي بتختار القناصين وبيختاروا كده تشيكا وبيودعوا تشيكا كده. المهم بيبدا الشرح بعديها ان هم يبصوا على ايديهم، وبعد ما يبصوا على ايديهم بيلاقوا ارقام كده، ومعظم الناس بدا من 1000 الا الناس اللي اعترفوا بقوتها، والناس دي بتكون بدا برقم اكتر من كده. المهم الهدف هنا ان هم يوصلوا الرقم ده ل 4000 عشان يترقوا الرتبه ب، وهو عن طريق حاجتين. الحاجه الاولى عن طريق التدريب اللي بيحصل
مرتين في الاسبوع او حاجه تانية ان هم يقاتلوا بعض. المهم البنت الدكتوره بتقابل ميكو وبتقول له انت بتعمل ايه هنا اصلا؟ انت مش مترقى اصلا الرتبه بيه قبل كده؟ المهم بيقول لها ان هو جه عشان يقدم طلب عشان يصطحب يوما وتشيكا اصلا معاه الفريق، وبتقول له ان هو ده النيبه يعني اللي هو جيم كان بيتكلم عليه، فبيقول لها فهنا بتستغرب. المهم بيبدا اول تدريب كده بانهم يروحوا يقاتلوا النيبه، وبنعرف ان في غرفه افتراضيه بتكون من تريون، والغرفه دي حرفيا شبه الواقع بالظبط. هو اي حد بيحصل له اي حاجه ما بيحصلوش اي حاجه في الحقيقه، وان الغرفه دي بتزود التريون، وتريون حرفيا ما بيخلصش بتاع جسمك. المهم الحد الزمني هو 5 دقايق ان هم يقتلوا النيبه ده. تقول له انت خلصتها اصلا في كام ثانيه؟ صحيح ما اتكلمش. هو اصلا بنعرف ان هو اوريدي ما خلصهاش اساسا وصلت في الامتحان ده. المهم بنشوف المجندين بيخلصوا اصلا في قد ايه، واقصى واحد خلص اصلا في 58 ثانيه حوالي دقيقه، ويقول ان ده تقريبا ممكن يبقى احسن واحد السنه دي. المهم يومها كده بيقولوا له يلا اجهز ابدا ايه خلاص فين خلصها في 6 من 10 ثانيه، يعني اقل من ثانيه فين. المهم هو ده النيبه اللي كان في المدرسه. انا كده بقى اتاكدت، وبتفرح طبعا ان مش هو اللي كان قتل النيبه اساسا. المهم في ناس بتقول له انت كداب وخش ابداها تاني. المهم بيروح يبدا تاني ويخلصها في حرفيا 4 من 10 ثانيه، حرفيا اقل من نص ثانيه المره دي. المهم بيخش بعدها كده كراسمه، وكراسمه هنا البت تقريبا بتموت فيه حرفيا، بتقول له ما تيجي تدربني تاني زي ما كنت بتدربني قبل كده. يقول لا انت قوتك اصلا بقت حلوه، بس لو انت عايزه حاجه يعني تخصني او كده انا بدرب الواد ده الايام دي، ما تيجي تدربيه معايا. فهي طبعا غهرت، انت بتدربه مش عايز تدربني انا حته الكلب المعفن اللي ما بيعرفش يعمل حاجه في حياته ده، الرتبه به المعفن الجربوع. المهم بنكمل كده مع غرفه القناصين حرفيا، وبنشوف تشيكا مع الناس. طبعا المسؤول عن الغرفه دي واحد من فرقه اراش اللي هو القناص اصلا. فهنا بيقولوا انتوا 7 وهنبقى 8 يا اسطى، 8 انا التامنه معلش ما شفتكيش بس انت وزعه. المهم بيكمل شرح كده بيقول ان في 3 تريا اصلا هم الاساس. المهم الاول هو العقيب، وهو بيسيب من مسافات بعيده جدا، بس هو طلقته مشكلتها ان هي ضعيفه شويه نسبيا، بس هي افضل طلقه حرفيا واكتر حاجه الناس بتستخدمها من بين القناصين. وبيدور كده على حد يجرب. المهم بيختار واحده بيقول لها عاش عليكي بعد ما بتجرب. بعد كده النوع التاني هو البرق، هو خفيف ورصاصه سريع حرفيا واستخدامه سهل وكل حاجه، بس مشكله الدروع بتصده حرفيا، فمحتاج تضرب اكتر من طلقه علشان تخترق الدرع. وهنا بيجرب على واحده وبيقول لها عاش. والتالت طبعا والاخير هو ابو منجل، وطبعا بيركز على قوه الضربه الواحده، بيسحب من قوه المستخدم نفسه، وهو نوع متفجر بيفجر الحاجه اللي قدامه. المهم بيخترق الدروع وكل حاجه، بس ليه مشكله طبعا ان هو بطيء. بيقول مين هيجرب، فبيختار تشيكا. المهم بيقول لها هنا اضربي، هنا بتقول له اضرب عادي، طب بعد ما اضرب هجري او هعمل حاجه او كده ولا ايه؟ هنا كله بيستغرب وبيضحك عليها، تجري فين يا بنتي انت قناصه هتروحي فين؟ بس طبعا كله بيضحك ما عدا الاثنين من الرتبه الف، وهم عارفين اوريدي ان كلامها صح، المفروض تجري عشان القناص هيكون مكانه اتكشف. بس طبعا الحوار بيعدي بيقول لها عادي اضربي. وبعد كده بتقول له طب بالنسبه للحيطه والجدران دي متاكد ان هي قويه؟ فهنا بيقعد يشرح لها ويقول لها الجدران دي حرفيا معموله من التريون ومستحيل اي حاجه تخترقها، والارض والدنيا. المهم عاش فيها. المهم هي هنا بتضرب حرفيا بتبيد كل حاجه قدامها، حتى بتخترق الحيطه ذات نفسها وبتخرمها. فهنا انت اللي قلت ان هي تقريبا من اقوى الحيطان في العالم، وانا اسف. وبنرجع تاني ليوما كده مره واحده، وبنعرف ان هو بيكلم قائد فرقه اراش، وبيخش طبعا كذا ما بيقول اللي هو عايز يخش قاتل مع خليفه جيني اللي هو اصلا عمال يصدعنا عليه. فهنا في قائد فرقه اراش بيقول لا استنى بس كده استنى، هو اصلا معاه تريا تدريبي فمش هينفع تخش له، ممنوع. فهنا بيقول لا انت فهمتني غلط طبعا، انا مش قصدي على النيبه المعفن ده، انا قصدي على اللي واقف فوق ده الباشا. فهنا كله بيستغرب، انت عايز واحد من رتبه بيه ليه؟ هتعمل ايه بيه يعني؟ طبعا كله ادمع ان هو من حقه اصلا يرفض حاجه زي كده، بس هو بيقول ان هو كده ناوي يوصل للرتبه الف ويبقى من اقوى الفرق اصلا في العالم وفي المنظمه كلها، فكده محتاج يعرف طاقه اللي قدامه وخبرته، وعايز يشوف بيقاتل ازاي. فالمهم بيوافق، وبنخش بنبدا اول حاجه طبعا حرفيا بيفعل وضع الاختفاء، ومن ضربه واحده بينهي ولا كانه موجود حرفيا. طبعا وضع الاخفاء ده هو اسمه وضع الحرباء، ما علينا. بيقتله في ثانيه بكل سهوله، نهاه حرفيا في كام دقيقه كده 20 مره. الولد طبعا رايح جاي متداس على وشه حرفيا من الاهانه. فبعد كده هو قال خلاص كفايه كده مش عايز حاجه تاني. انا كان نفسي بس اعرف ليه جيني اخترقه وضحى بتريغا الاسود، سلاح حرفيا يقدر يدمر العالم، مش عارف حاجه زي كده. طب بقول لك ايه، ممكن تقاتلني مره كمان؟ فعشان بيقول له النتيجه مش هتختلف، بس ماشي يا ولد زعل نفسك تعالى. المهم بيبداوا طبعا، واول حاجه بيرجع يفتكر كلام كراسو، وهو بيقول له طبعا ان في نوع بالرصاص بيضرب كده من غير استخدام الاسلحه، وان هو بيجمع طاقه بايده وبيخلي ايده هي السلاح. واحلى حاجه فيه طبعا ان هو بيقدر يتحكم في سرعته ومداها وتقسيمته وكل حاجه، بس مهما كان بيتحكم، فمن ناحيه سرعته هو مهما كان بطيء ابطا من السلاح طبعا هيبقى اسرع من كده
كده بكتير. فالمهم وبنرجع للواقع وبيستخدم نفس الفكره دي، بس هنا علشان يحاول ينشر الطاقه دي في كل مكان عشان يقدر يظهره بكل سهوله. وطبعا هنا ميكو قال انا مش هستنى ويفعل الدرع، فهنا الكل متوقع ان هو هيدافع عن نفسه، بس هو قال لا، راح داخل بالدرع فيه وحرفيا زنقه في الحيطه وبيجمع الطاقه كده في ايده عشان يضربه. بس طبعا التاني فهم اللقطه وحضر السيف بتاعه وضربه. المهم الاتنين خسروا وهنا حصل تعادل. فكل استغرب ان واحد من رتبه فيه اصلا ضعيف حرفيا يتعادل كتير قوي، وصعب حاجه زي كده تحصل. ما هو طالع يوم بيقول له عاش عليك عاش عليك يابا. فطبعا بيقول له ده انا يا دوبك اتعادلت وما كسبتش، بس يوم بيقول له بص النص مليان، انت اتعادلت عاش، المره الجايه تكسب. وبعد كده كازم وهو طالع يوم بيقول له طب ما تيجي قاتلنا انا كمان. بيقول له قاتل مين يلا ولا فوق يلا لنفسك يلا اعرف مقامك، لما تترقى الرتبه الف انا مكاني فوق، هتعرف حرب الرتب لما تترقى. واحد بيخش كده يا جماعه الحقونا بس تعالوا شوفوا زميلتكم. فهنا فهي بتقول لهم طب انا اسفه انا مستعده اتحمل كل تكلفه حرفيا، وانا حتى لو هشتغل طول عمري انا اسفه يا جماعه، انتوا اللي قلت لي ان هي ما بيحصلهاش حاجه، انا مالي. وفي واحد كده بيقول لها لا انا ما تشغليش بالك، اصلا المسؤولين هي فرقه اراش والكلب اللي قدامك ده هو اللي هيتحمل كل حاجه، ما تشغليش انت بالك. فهو انا مالي يا لمبي الله وانا مالي يا لمبي. وبيبص لها كده بيقول لها انت من انهي فريق؟ بيقول معاكم اهو ماشي. طبعا بيخش احد المسؤولين عن برضه اساسا بيقول ايه ده ايه الفتحه دي واللي هو من فرقه اراش ده بيقول له طبعا بصفتي انا المسؤول هنا دلوقتي فهتحمل كل المسؤوليه. فهنا بيقول له عايش يلا عايش، طالما كده خلاص قشطه تمام، انا هسحق الجدار ده بقى يجي لي النهارده تمام. فاحنا بيقول له ماشي بس بالراحه عليا انا اصلا مش انا اللي عملت كده. فبيقول له مين؟ فلما بيعرف ان هي واحده من فرقه اماكم بيقول تماكم فبيبص لها. طبعا هنا بيخشوا بيلاقوه طبعا بيلعب معاه، فكل مستغرب ايه ده بتعمل ايه تلعب معاه ايه، كله كان واخد باله ان هو هيعمل فيها مصيبه. وطبعا هنعرف يا جماعه ان هو عشان مصلحه شخصيه، بس دي قدام مش دلوقتي. ما علينا. يقول لها قدره ريون عندك عاليه عادي ما حصلش حاجه هنصلحه، ده حوار تافه اساسا. وبيبص لميكو بيقول له هي تبعك طب خد بالك منها عشان لو حصل لها حاجه هقتلها. المهم الحلقه اللي بعدها بنعرف ان في حد اصلا بيراقبهم، ويومها اصلا بيكمل تألقه حرفيا في كل حاجه وفي كل التدريبات، وبنعرف ان هو واخد 20 نقطه. بس الفكره هنا ان ال 20 نقطه اصلا مش مكفيين ونفسه في حاجه تانية. في واحد من فرقه اراش بيقول ان ممكن يعليها اصلا في حرب الرتب النقط دي. المهم بتخش تحط اسمك وتختار اللي انت عايز تقاتله او حد هو هيختارك، ما علينا ممكن تنسحب في اي وقت عادي. بس طبعا الحاجات دي مشروطه انك لازم اصلا يبقى اللي قدامك اللي انت هتكسبه لازم يبقى نقطه تكون اعلى منك، لانك لو كسبت واحد نقطه اقل منك مش هتاخد اي حاجه. ننتقل لناس تانية بتقول اوبا عندنا ضحيه اهو النهارده. فبتخش مش عارف لسه كانوا عايزين يجروا راح موتهم طبعا. وبيظهر هنا ريبليكا اصلا حرفيا ليك وحش يا راجل بقالك كام حلقه ما ظهرتش. المهم بيقول له ان انت ما تكترش قوي كده عشان المعنويات اللي قدامك وعشان ما يحسوش ان في حاجه غلط كده بالزياده. فكان القائد العام بيقول هو ده يوم بقى، بس هو اصلا ما بيستخدمش التريغه الاسود ليه؟ مش غريبه دي؟ طيب يا باشا لو سيبناه يستخدمها اصلا انت اول واحد هتنزل تاخده منه وهتقول ان في حاجه غلط وهتعترض اساسا، عشان كده احنا منعناه اصلا ان هو يستخدمه. طيب ماشي. طب بالنسبه بقى للبت خرمت المبنى ده ايه نظامه؟ ايه حته خرم صغنن عادي هنلحمه مش حواري يعني. بعدين ثانيه كده بص النص كوبايه مليان، انت معاك واحده حرفيا جباره ممكن تستخدمها في اي حاجه، معاها اصلا قوه عظيمه وجباره. المهم بيخش جين كده في الاجتماع وبنعرف ان هم بيتكلموا عن غزو النيبه الواسع النطاق اللي هيحصل اصلا الايام الجايه. المهم ننتقل تاني للشخص اللي كان بيراقبهم بيطلع واحد اسمه ميدو، وبيطلب من ميكو ان هم يخشوا في قتال، وبيختاروا ان هم هيبقى من 10 جولات، وحرفيا ال10 جولات كلها بيخسرهم اصلا وبيحصل تهزيق بيتحط عليه حرفيا الناس كلها عماله تهزقه. فيوم ما دخل شاف القائد بتاعه اصلا عمال يتهزق من الناس كلها، فقال طب تمام هديك 1500 نقطه اللي هم معايا دول كلهم بس مقابل حاجه واحده بس، تخش معايا في قتال من 10 مرات. طب لو انا خسرت هديك ايه؟ ده لو انت كسبت. لو انا خسرت بقى انت هتقول لي يوما يا سينسي وتعترف بيه ان هو احسن منك. المهم بيوافق وبيخش وبيسيبه يكسب اول جولتين حرفيا سايبه عادي خالص. وبعد كده بيحط عليه حرفيا رايح جاي من الجوله الثالثه لغايه الجوله السابعه حرفيا رايح جاي دايس على وشه. فهنا كل الناس بتاخد بالها، حتى القائد العام بيبصوا وبيتفرجوا هنا. فبيقول هو ده بقى ما ايه اللي هو بينيله ده. طبعا يوم ما وقفش لغايه هنا كمل وداس عليه لغايه 8-2 اصلا هنا حرفيا ما خلاش الولا يتحرك. وطبعا عشان الموضوع اوفر قوي فجيم بيروح لهم. فاول ما بيروح اصلا بنعرف ان عنده شعبيه كبيره
جدا، الناس عماله تقول ده احسن واحد من الرتبه اس. فهنا قال لا 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 يا جماعه ما عدتش من الرتبه اس، انا رجعت تاني الرتبه الف لان انا ما عادش معايا تريغا اس. كده ميدو لما بيطلع بيقول لجين طب ما انا عايز اقاتلك ما تيجي قاتلني، فهنا رفض وبيقول له طب ضمني الفريق. بنكتشف طبعا ان هو طفل حرفيا بيحب جين بس، وطبعا هو لسه منضم من سنه بالظبط. المهم بيعتذر لميكو بيقول له يا سينسي ويعمل له كل حاجه وبيعتذر له بيقول له انا اسف. المهم يوما بيخش لهم في الاجتماع فبيقولوا له ان هم عايزين معلومات عن النيبه اللي هتيجي تغزوهم كمان فتره. فهنا يوما ما بيعترضش بيقول لهم تمام بس حاجه زي كده هتساله صديق ريبليكا عشان هو اللي يعرف الحاجات دي بالظبط، وعنده اصلا الذكريات بتاعت والدي كلها وهو زار معظم العوالم دي. فبعديها طبعا بيقول لهم ان هو مش هيديهم اي معلومه غير لما هم يضمنوا سلامه يوما الاول. فهنا القائد العام بيقول له طالما هو هينفذ كل القواعد انا ما عنديش اي مشكله ان انا احميه عادي ما فيش اي مشاكل. بعد كده ريبليكا بيحكي لهم ان العوالم دي زي المجموعه الشمسيه، فما العالم بتاع النيبه بيبقى قريب من العالم بتاعنا بيفتحوا جسر وبيعدوا. فهنا بنعرف ان في 4 قريبين مننا دلوقتي ممكن هم اللي يغزونا. وبعدها يوما بيتدخل بيقول ان هم 2 هم اقوى 2 هم اللي ممكن يخشوا، واحد معاه 13 حرفيا تريغا اسود وتاني معاه 6 تريغا اسود. فهنا بيتفاجئوا من 13 تريغا كتير قوي. ايوه بس الكلام ده من 7 سنين حرفيا، ممكن يكون الوضع اتغير. ده من الذكريات اللي كانت بتاعت ابوه. وبيوروا لهم طبعا خريطه حرفيا اكبر من الخريطه بتاعتهم عن العوالم كلها اللي موجوده. بيقول لهم ان حتى ال 13 معظمهم مش هيجوا لانهم بيستخدموا نصهم او اكتر من نصهم في الدفاع، محدش هيقدر يطلع كميه كبيره من التريغا كده. وبعد كده بيشكروه وبيمشي وبيقابل مدير شنودا وهو ماشي وبيقول له ان هو ممكن ياكل معاه في مكان تاني علشان عايز يكلمه، وبيقول له ان هو ممكن يرفع النقط بتاعته لغايه 4000 ويدخله الرتبه بيه على طول. فهنا يوما بيعترض وبيقول له ان اكيد في ناس هتعترض وهتقول عشان انا نيبه عشان كده انا برفض حاجه زي كده ويحصل مشاكل كتير من وراه، فبيرفض. بعد كده جين بيخش على شوجو عايز انا كنت عايز لا يا اسطى طب لا طب لا برضه. المهم جيم ما بيهتمش كلامه بيقول له ان هو التاثير الجانبي بتاعه بيقول ان ميكو هيكون في مشكله ولازم يكون مستعدين عشان حد يلحقه، فانت اكتر واحد فاضي وهتساعده اكيد. فهنا بيقول له انا ماليش دعوه ممكن تطلب الحاجات دي من اي حد تاني. فجيم بيقول له انت بس اللي هتكون بقى فاضي، وطبعا ده مقابل ان انا هوصي عليك انك تاخد التريغا الاسود لان في ناس كتير هتبدا تتنافس عليه لان انا سلمته للمقر. فبيقول له لا برضه مش هعمل حاجه مش عايز تريغا ومش عايز حاجه. جين بيكمل كلامه بيقول له عشان تنقذ اختك، واصلا التاثير الجانبي بتاعي بيقول ان انت هتنقذه. وبنعرف ان اصلا شيكا اتعرفت على واحده هي كان ناصر معاها وبتبقى معاها ومصاحبها دايما، وهما بيتكلموا اصلا بيحصل حاجه غريبه ان هي بتغطي على ميكو بتقول له هو انتوا اصلا وتشيكا متصاحبين ولا انتوا ماشيين مع بعض ولا في قصه لافلافا هنا في قصه لافلافا. فهنا بيتكسب ويقول لا مفيش اي حاجه، وفجاه مره واحده بتتفتح البوابات من كل مكان عدد مهول حرفيا. وبنعرف ان هما بيتقسموا ل5 جهات ماشيين فيها في نفس الوقت، وبكده بتنقسم الفرق ل5 جهات علشان تغطيهم، وده طبعا مستحيل يحصل. فبيقول المدير ان هو هيمشيهم في 3 جهات بس وهيبعت 2. جين هيروح للغرب وامون في الشمال الغربي، وعلى فكره امون من الرتبه اس عشان تكونوا عارفين بس من اقوى الناس حرفيا في المنظمه. هنا بيعترض مدير من المديرين بيقول حاجه زي كده مستحيل هتحصل، طب احنا هنغطي الناس دي ازاي؟ والناس دي لو حصل لها حاجه في الجهتين دول والاثنين دول ما عرفوش يعملوا حاجه هيحصل مصيبه والداعمين مش هتدعمنا تاني. بس شنودا بيأكد كلامه ويقول ما عنديش حل غير كده. ونشوف كده الفرق بتنتشر حرفيا في المدينه باكملها، وكمان شنودا بيسمح للفرقه جيم ان هم يشاركوا في اخلاء الناس. وبعد كده بننتقل ليوما وهو بيقول في حاجه غلط، مستحيل يكونوا اصلا هم جايين لحاجه زي كده بس، لان هم المفروض يكونوا عارفين قبل كده ان في منظمه وان هي قتلتهم قبل كده لو دول نفس الناس فعلا. بعد كده فرقه ازمه بتقتل بعض النيبه هنا، بس بيلاحظوا ان في نيبه تاني بيطلع اقوى منه من بطنه، فمين ده وفي ايه؟ وطبعا ما بيتاثرش باي حاجه وبيحاول يخطف عميله وبينقذوه في اخر لحظه. وبعد كده بيحول العميل تاني اصلا لمكعب تريون ان هو خده معرفش يعمل رجوع اساسا وبيمنع الرجوع ان هو يرجع تاني للمقر. المهم بتتدخل فرقه كازما وبتقول ان هو لسه عايش بس متحول لمكعب من طاقه ولازم نروح نودي المكعب ده يتحلل عشان نرجعه تاني للحياه. واللي متاخد ده للعلم هو هو القائد اصلا بتاعهم. تنسحب الفرقه بتاعته وبيسلموا كل حاجه لفرقه كازما. المهم فالمدير شنودا بيقول ان الاولويه دلوقتي لسلامه الفرق لان في حاجه غريبه ان هم بيقدروا يخطفوا الناس والفرق ما بتقدرش ترجع تاني او تعمل رجوع بتريغ. ففي مدير اعترض لان قال له ان حاجه زي كده مستحيل تحصل وان احنا مش هنتخلى عن الناس. فهنا المدير العام وقف مع شنودا وقال انا موافق، مش مهم عندي الناس، المهم عندي برضو الفرق لان الناس اصلا هتموت لو الفرق برضو ماتت. المهم بنكمل كده مع شنودا وهو عنده اقتراح غريب كده ان هو يسحب كل القوه بتاعته من رتب ب حرفيا في المناطق كلها ويخليها في مكان واحد علشان تقتل النيبه في مكان معين، فبالحركه دي يقلل الضحايا اللي تحصل. وطبعا في واحد هنا بيعترض انت ايه حكايتك؟ ايه حكايتك؟ قول لي ايه حكايتك؟ الو 300,000
هيقول يا جدع هو مفيش دم مفيش دم وعمال اشرح عمال اشرح وانتع في قلبي وده برد برود. انا كلمتك على حته انت فاضي تكلمني ما انت عملت القطه في مدير بيعترض طبعا، بيقول المناطق اصلا اللي هيتسحب منها الجنود دي ما هتبقى عرضه للنيبه ان هي تقتل كل اللي فيها. فهنا بيقول ماليش دعوه، مش مهم، المهم عندي ان الجنود تفضل سليمه بتاعتي. فهنا القائد المقر حرفيا المسؤول العام بيقول ما فيش اي مشاكل، انا برضو اهم حاجه عندي الجنود بتاعتي، مش مهم عندي الناس. نرجع كده لفرقه كازما، وهي حرفيا بتحاول تقتل النيبه الجديد بس ما بتعرفش، والنيبه الجديد بيلعب بواحد اصلا الكوره حرفيا هي اصلا بالراحه يا اسطى. وبعد كده بنشوف النيبه البشريين اصلا بيراقبوهم وبيشوفوهم، فهنا عمالين يتخانقوا وبيتقسموا الفريقين، فريق عايز يخش يهاجم عليهم دلوقتي ويفتح بوابات ويعدي ويروح يقتل الناس، وفي فريق تاني بيقول اللي هو لازم يستنى ان احنا رايحين لمهمه معينه. المهم بنكمل في نيبه جديد اصلا بيحط على ميكو كان هيقتله خلاص، بس بيتدخل يوما في اخر لحظه بيستخدم التريغ الاسود هنا وبيحاول يقتله وبيخبطه خط دمره حرفيا. وميكو بيقول له انت خدت اذن؟ فيوما بيقول له لا بس هنبقى نتصرف. مره واحده بيلاقي فرقه من الرتبه بي اصلا بتحاول تهجم على يوما، لغايه ما دخلت فرقه اراشو وانقذتهم وفهمتهم ان النيبه اللي هو يوما اصلا معاهم مش ضدهم. مره واحده طبعا بيشوفوا المقر بتاعهم اصلا بيهجم عليه نيبه اللي هو متفجر اللي شفناه قبل كده. طبعا نعرف ان جدران المقر بقى عليها حمايه من بعد الحركه اللي حصلت قبل كده من تشيكا، ودرع بيمتص الصدمه كلها حرفيا وما بيحصلش اي حاجه. بس كمل بنلاقي 3 مره واحده جايين يهجموا عليه، فهنا بيطلع كيو بيهجم على واحده وبيدمرها والدفاعات بتدمر تانية، بس التالتة بتخبط وحرفيا بيبقى فاضل خبطه واحده للمقر عشان يتدمر. ويوما بيطلب ان هو يروح مع ميكو علشان يروح يلحقوا تشيكا، بس القائد العام بيرفض وبيقول ان هو مش هينفع علشان زي ما انتوا حصل معاكم دلوقتي في فرقه اتلخبطت فيكم وضربتكم، فممكن بعد كده يحصل مشكله ان الفرق التانية تفتكرك نيبه فعلا ضدنا وتضربك. هنا قال له طب خلاص ممكن ما استخدمش التريغه، ولسه ما بيكملش قال له لا برضه لان عارف ان انت هتعمل زي ابوك وهتستخدم التريغه الاسود في اي وقت لو انت احتجت لكده، اكيد مش هتسيبهم يموتوا قدامك. فالبت اللي في فرقه اراش بتقول خلاص ممكن ابدل انا مع يوما، وخلاص بيتفقوا وبيمشوا وهم ماشيين اصلا بيستغربوا كلهم، وطبعا كله مستغرب هم ليه بس بعتوا 4 نيبه متفجرين مع انهم يقدروا يبعتوا اكتر، والحاجات دي بالنسبه لهم مجرد حته الات لعبه ممكن يبعتوا اكتر، ليه ما بعتوش؟ حتى المقر مستغرب. ولما رحنا للنيبه حرفيا هم كمان مستغربين وفي مشكله عندهم وعمالين يتخانقوا مع القائد المهم فالقائد بيقول لهم انا مش عايز اي حاجه ومش عايز ادمرهم ولا عايز اقتل حد، انا عايز اخطف الناس معينه عشان اخدهم واستخرج منهم الطاقه بتاعتهم وبس. ننتقل بعد كده لجين اللي هو رايح اصلا لامون، فيقول له ايه يا ابني اللي انت نيلته؟ الله يخرب، هو مش كان في نيبه هنا؟ هو في انت ايه الاباده الشامله اللي انت نيلتها دي؟ هم راحوا فين؟ فهو بيقول له ما بحبش شكلهم اصلا، شكلهم زي الفراخ وكتاكيت الملونه فمش عاجبيني فقتلتهم. ويقول له ما ايه تشبيه ده يا اسطى؟ ايه ما علينا. المهم طالما انت جامد قوي كده طب ما تيجي تاخد المنطقه بتاعتي وهديك الشيبس ده، يلا روح المنطقه الغربيه بتاعتي وبص عايزك تتوسع بس اهم حاجه حاول ما تقتلش الناس. المهم ريبليكا هنا بيستنتج ان هم اصلا مش عايزين حاجه غير الناس اللي في الرتبه جيم وبي عشان يستخرجوا منهم تريون. بعد كده تشيكا وصاحبتها بيجروا من النيبه بتدخل العيال اللي هي كانت عايشه في الدور دي، فهنا حرفيا بيقولوا لهم ان مستحيل حد يجري واحنا موجودين يا جماعه، عيب تجروا هنقتل لكم النيبه. ولما بيقتلوه بيطلع واحد تاني من بطنه ايه ده في ايه؟ فالمهم بينفخهم حته ليزر بوم سلام بيكونوا بيجري معاهم عادي خالص، نو مبدا نو واقع نو ميرور. على المهم بيجي ميكو بيلحقهم في اخر لحظه هو وتورا، وهنا ميكو بيقتله اصلا، بس المشكله هنا ما قتلوش بالسيف قتلوا بالدرع بس مش شغال. المهم قتلوا، نحمد ربنا اساسا ان هو ربنا نطع بالسلامه. المهم بنكمل كده مع كتورا وبنلاقيها حرفيا اسرع من الصوت وعماله تعمل اسلوب غريب كده بالحبال وبتتنطط عليها، بس النيبه هنا بيطلع في الجو بيضرب طلقات عشوائيه علشان يخلي كتورا تطلع له، ولما بتطلع له حرفيا حته بوم سلام بينفخها في الارض وبتخسر رجليها، بس في اخر لحظه بتمد حبل كده وبتقتله، بس هنا بتخسر رجليها حرفيا وخلاص هنا بتموت. بيجي نيبه كده مره واحده من وراها بيحولها لمكعب وبيخطفها قدام الكل ومحدش قادر يعمل اي حاجه. نبدا كده الجزء الثالث وميكو هنا بيحاول ينقذها، بس النيبه هنا بيضربها وبيضرب كمان تشيكا لما كانت بتروح تحاول تنقذه، فهنا صاحبتها بتخش وبتحاول تنقذها هي كمان، بس النيبه بيمسكها وتشيكا هنا خايفه مش عارفه تعمل ايه، فبتجمع كده شجاعتها وبتاخد القناصه بتاعت صاحبتها وبتضرب، بس بوم بقى العظمه النص النيبه حرفيا بيختفي من كتر الضربه. فهنا الله يخرب بيتك كنت هتموتيني. بعدها ميكو بيكمل كده على النيبه علشان يموته. المقر بعدها بيعرف ان النيبه بيستهدف الرتبه جيم وبيه بس، ويبلغوا ميكو ان اقوى فريق في المنظمه هنا جاي لهم. ايه ده؟ هو احنا متاخرين ولا حاجه؟ بس
بس انت السبب اصلا، احنا رايحين جايبينك من المدرسه طفله. والنيبه هنا بيستغربوا ان في حد اصلا عرف يقتل النيبه الجديد، فهنا غريبه، ويقولوا ان هم لازم يروحوا يجيبوا الشخص ده، تريون عنده عالي قوي. هنا طبعا الكلام على تشيكا طبعا، وبيبعتوا لهم نيبه كتير كده، وبيدخل ريشي هنا بيزعق لها وبيقول لها انت اعملي ايه هنا اصلا، وبعد كده بيقتل النيبه بكل سهوله، وكونامي وكيوسكي بيتدخلوا كمان، وبعدها بيدخل النيبه البشريين اللي بقرون. وميكو بعدها بيفتكر كلام ريبليكا لما قال ان كل ما القرون بقت سودا بيبقى هنا قوتهم اكبر، وعلى الاغلب بيبقى عندهم كمان تريغه اسود بيبقوا حاملينه. فرق كذا ما كده بيخش لهم واحد بقرون سودا، وبنعرف ان في كذا نيبه غيره كمان متوزعين على فرق كتير، والفرقه كمان اللي ضربت يوما هنا بتتنفخ حرفيا، بتتقتل من النيبه بضربه واحده هما الاثنين. وهنا بعد كده بيقتل معظم اللي موجودين كمان، فبيضربوه كده من بعيد، لانها حبايب قلبي ده انا بحب قوي اللعب من بعيد، تعالوا لي. وبيقتل الاثنين كده القناصين بكل سهوله، ولا كأن حصل اي حاجه، هما والمباني اللي عليهم. يلا بنرجع كده للنيبه، بيقول ان هو عايز يستولى على الهدف اللي هي تشيكا، وساعدني يلا يا مستشار. وبعد كده ريجي بيقول لبت كونامي معاك 3 دقايق تقتلي كل النيبه اللي هنا، مش عايز اشوف واحد فيهم. بتقول له 3، هي دقيقه واحده كفايه، بتروح تقطعهم كده زي زورو حرفيا في انمي وان بيس. ونعرف ان الطريقه اصلا بتاعه تاماكومي اصلا صنع مخصوص ليهم، وان النيبه اصلا هم اللي عاملين التكنولوجيا بتاعتهم اساسا وكده، عشان كده اصلا هم ممنوعين اساسا من المشاركه في المسابقات. وبعد كده بنشوف بيستخدموا كده رشاشات تقيله قدام النيبه ودروع غريبه كده. وبعد كده بنرجع للنيبه تاني وهو بيحاول يقتله، بس الغريب ان هم بيتفادوا كل الضربات خالص، وكانهم عارفين الضربه قبل ما تيجي. وبنعرف ان في واحد فيهم اسمه شيرو، وهو عنده تاثير جانبي اساسا، هو السمع المعزز، وان هو بيعرف يسمع اي حاجه حرفيا، دبه النمله اللي بتحصل قدامه بيعرفها وبيسمعها. فالنيبه هو انا ليه اصلا مش عارف اجيبكم، في حاجه غلط ولا في حاجه في عيونكم، ولا انتوا حاطين عيون في ظهركم بتشوفوا الحاجه من ورا، ولا ايه بالظبط؟ بعد كده بيفعلوا وضع الاندماج علشان كلهم يسمعوا نفس الحاجه اللي بيسمعها اصلا شيرو. وبعد كده بيقتلوا النيبه، هو النيبه اصلا بيرجع تاني الجسم طبيعي عادي، ولا كأن اي حاجه حصلت، بيقول لهم فجاه مش كده، طب تعال. وبيقتل القائد بتاعهم بكل بساطه، بيرجع له المقر في ثانيه. فبعد كده القائد بيقول لهم ارجعوا وانسحبوا، عشان كده انتوا هتخسروا، فملهاش لازمه، علشان نعرف نرجعكم للقتال تاني، عشان انتوا لو خسرتوا دلوقتي مش هتعرفوا ترجعوا للقتال بكل سهوله تاني. بعد كده جين بيرجع بيقول ليوما ان هو ساب المنطقه الغربيه اصلا لقامه زمانه بيحط على المنطقه كلها حرفيا. ونروح لقامه كالعاده يعني حرفيا بدل الاخضر واليابس كله، ما عادش في منطقه اساسا، بيسلك سنانه الباشا. المهم بيقول ان هو عايز يوما في حوار وبياخده كده، وجين بيقول ان التاثير الجانبي بتاعه بيديله احتمالات كتير للمستقبل، وان في احتمال كبير قوي ان ميكو يموت، فهنا لازم نروح نلحقه. وبنرجع كده لفرقه تاماكو، والنيبه حاطط عليهم حرفيا، وفي واحد بيستخدم المغناطيس هنا واجزاء من المعدن مستحيل اصلا حد يخترقها. وريجي بيقول الكلام ده ليه، بيخش بايده بيفوقه على طول، ولا فارق مع اي حاجه. طريق كمان الدرع اللي هو عامله من المغناطيس ده اساسا. بعد كده بيقول لكيوسكي ان ياخد العملاء الرتبه جيم اساسا ويروحوا المقر ويمشي من هنا عشان هم يتخطفوا. نعرف ان المقر ان هو طلب من فرقه كوساكي مساعده فرقه تاماكوما، وبيحاولوا يعملوا عليه هنا كماشه، وبيحاولوا يضيقوا عليه كل حاجه. وهنا واحد بيستخدم نيزك، بس بيخلي النيزك يلف علشان ما يعرفش مكانه، وهنا الاثنين التانيين بيخشوا يضربوه في نفس الوقت على طول. بعد كده النيبه بيشوفه اتضرب منين وبيضرب في نفس الاتجاه. اوف الضربه دي لو كانت جت فيها كان زماني اصلا دوره مشوي. والنيبه مستغربه انا ليه مش حاسس باي اصابه، مع اني ضربت نفس المكان اللي جال من الضربه اساسا. بعد كده بيطير عشان يشوف مين ضربه اساسا، بيقول عرفتكم. ايه ده ايه ما عملناش حسابنا ان هو بيطير. وبعد كده بينزل عليهم حرفيا مطر حرفيا، ويروح لميدو كده عشان يحاول يموته. وهنا طبعا طموح حلو يا جماعه، طموح حلو مفيش كلام. وهنا ميدو بيتحط عليه وبيجري يهرب، وفي قناص هنا بيضربه اصلا وبيسيبه، بس لا حياه المانتو نادي اساسا، وبيضرب المبنى كله بقناص بيفجرهم اساسا. والثلاث فرق هنا بيظبطوا خطه كلهم ان هم يهجموا في نفس الوقت ويسيبوه فعلا. وخلاص هنا قرب يخسر، بس هنا ميرو اتدخلت هنا. وميرو دي هي النيبه اساسا بتستخدم برضه تريغه اسود، بتخليها تعرف تنقل اي حد واي حاجه من اي مكان لاي مكان في اي وقت هي عايزاه. وبيقرروا خلاص ان هم ينسحبوا، والغريبه ان العملاء برضه قرروا ان هم ينسحبوا ويسيبوهم يمشوا، لان هم قالوا ان حتى لو عرفوا يوقفوهم ما يعرفوش ميرا دي او الكائن الجديد ده قوته ايه بالظبط، فما رضوش برضه يخشوا في القتال وقالوا مش مهم. وبنرجع كده لكونامي وريجي وهم محطوط عليهم اصلا حرفيا من النيبه ومش عارفين يعملوا حاجه خالص. وبنعرف ان الراجل الكبير ده هو المستشار اساسا، ومعاه كنز وطني حرفيا تريغه اسود، وقوته ان هو بيعرف يقطع اي حاجه قدامه مهما كانت ايه. وريجي هنا بيخسر وبيرجع، وكونامي هي اللي بتساعد الفرقه جيم اساسا. المستشار كان هيقتلهم كلهم حرفيا وحاطط على كل المستشار. وجين هنا فكر نفسه سوبرمان اساسا ودخل المعركه. وبعد كده يوم بينط على المستشار نسيت مش مسموح لي استخدم تريغه، اني اسف. جين بيقول له لا عادي يا قلبي، اعمل اللي انت عايزه.
وميكو بيتصدى هنا للضربه اصلا بتاعت النيبه، كانت هتصيب تشيكا وبتسيبه باجزاء كده غريبه من المعدن كده اللي هو المغناطيس، والنيبه بيقول هقتلكم كلكم، بس يوما بيستخدم الجنازير وبيكتفه حرفيا علشان ما يعملش اي حاجه. وهنا جين بيستخدم درع وبيحمي الناس كلها، وبعد كده يوما والمستشار بيطيروا ويوما بيضربوا اصلا بالقدره اللي هو سرقها من ميو، اللي هي بتخلي الطلقه اصلا عباره عن معدن اساسا بيسيب اللي قدامه بيشيله حرفيا، وبعد كده بتديله بالشلوط بيحدفه في المبنى. ويوما هنا بيقول له انتوا ليه جايين مضحيين بكل التاريخ الاسود ده كله؟ اساسا كان ممكن تاخدوا اصلا اماكن ضعيفه جنبكم وبلاد نيبه ضعيفه جدا، كان ممكن تاخدوا منهم كل حاجه. وريبليكا بيقول ان البلد بتاعهم الام كده بقت ضعيفه خالص لما طلعوا كل التاريخ الاسود ده بره. اساسا المستشار هنا بيكمل وبيقول ان في حرب عظيمه هتحصل وهم عايزين يجمعوا قوتهم، بس مش محتاج يبلغوا بحاجه اكتر من كده، وان اصلا مش هتفرق معاه اي حاجه، وان اي اجابه هيقولها مش هتفرق معاه في القتال اصلا. وبنرجع للنيبه التاني وهو حاطط على جين وبيمسكه اصلا بيستخدموا المعدن حرفيا مغناطيس. وهنا جين بيقول ان انت عندك قوه كبيره قوي، طب هم ليه اساسا عايزين يتخلوا عنك؟ انا مش فاهم. بنعرف ان في نيبه كده تسلل للمقر وبيقتل كل اللي هناك اساسا حرفيا، كل اللي بيقابله بيقتله. فيرس وهنا بتتدخل وبتسحبه لغرفه التدريب مستغله ان التريون هناك ما بيخلصش اساسا ومحدش بيموت وبيجددوا نفسهم بسرعه، وبيحاولوا يخرج طبعا من الغرفه دي بس هو مش عارف يعمل اي حاجه. وهنا شنودا بيقرر ان هو هيسيب القياده اصلا للمقر وهيروح هو للنيبه علشان محدش عارف يعمل معاه حاجه. وبنرجع للمستشار وجين وبنعرف ان العكاز اللي معاه ده اساسا طلع سيف وبيضرب بيه ريبليكا اساسا. ويوم هنا بيقول لريبليكا روح ساعد ميكو وسيبك مني انا دلوقتي، وبيروح. وبعد كده بنشوف ان ميكو عمال يجري اساسا من النيبه وبيتدخل هنا عاملها الرتبه 1000 اساسا عشان ينقذوه. بعد كده في نيبه بيضرب ميكو وبيخلص منه التريون اساسا وبيسحب التريون من تشيكا عشان يدمره. بوم بيعمل قوه جباره من اقوى نايزك حرفيا هتشوفه في الانمي هنا اساسا، ويدمر النيبه الجديد بضربه واحده. ايه ده بتهزر ازاي؟ وقاد بيبص عليه هنا بيقول ان هو هيروح بنفسه اساسا يجيب تشيكا، القوه دي مستحيل تتساب. بيتدخل هنا قائد النيبه اساسا وقوته هي ان هو بيتحكم في الكائنات اللي بيلمسها اساسا، بيخليها تتحول لمكعبات من التريون وبيخليها تتصاب بشلل كده مؤقت. ميدو هنا بينسحب قبل ما يموت اساسا وبيتحط على الباقي حرفيا كلهم بيتنفخوا حتى بيصد النيزك بتاع ميكو ولا كأن في اي حاجه اساسا. وبيحاول تشيكا المكعب هنا من التريون وكله بيتصدم وميكو بيزعل عليها قوي وفاكرها ماتت، بس هنا ايزومي بيساعده وبيقول له خد المكعب بس واهرب، وهي هترجع تاني ان المقر هيحلل المكعبات دي ويخليها ترجع تاني للاشخاص وهم لسه ما ماتوش. وبيهرب ميكو هنا بس النيبه بيفضل يضربه هنا، وريبليكا هنا بينقذه في اخر لحظه وبيفتح بوابه بيطلع نيبه كده زي تاني بالظبط حرفيا النيبه مستنسخ بالظبط. نرجع للنيبه اللي في المقر وهم هنا بيحللوا قوته اساسا عن طريق غرفه التدريب وبعدها بيدمر الغرفه كلها. بنعرف ان المدير بياخد طريق مختصر كان بيمشي على الحيطه وبيخش وبيستخدم هجوم اسمه هجوم الزوبعه هنا وبيضرب الاماكن الحساسه اللي هي النواه اساسا بتاعه النيبه. بس بنعرف بعد كده ان هو بيرجع للحياه لانه بكل بساطه شايل النواه بعيده عنهم خالص وكان مخبيها وبيسيب. بعد كده شنودا بيقول له النظام اللي كان بيخليكم ما تموتوش هنا ويف، وهو في حرفيا بيكون دمر حرفيا الغرفه كلها. هنا شنودا بيقول له ان هو كان جاي اساسا لهدف واحد وهو حققه اصلا، وان هو كان عايز يعرف بس مكان النواه بتاعته تانية فين. بيتدخل طبعا الفرق اللي هو كان بيقاتلها قبل كده اساسا، وتتدخل هنا ميرا وكله فاكر ان هي داخله تنقذه بس هي بتاخد طبعا التريال الاسود وبتقتله ومش فارق معاها اي حاجه وبتمشي. بس شنودا بيقول حاولوا تنقذوه لو عرفتوا على الاقل تاخدوا منه الاجزاء اللي احنا عايزين نحللها زي الكورونا عشان نعرف قوتهم اساسا كانت معموله ازاي عشان احنا ما نعرفش حاجه عنها. كده شنودا بيذكر الولد اللي هو بتاع التاثير الجانبي للسما بيقول له شكرا، هو مش عارف عاملين لك ايه. فالولد بيقول له لا 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 شكرا ايه، لا انا عايز فلوس، دي هديه مكافاه كده يعني كلك نظر يا باشا. نرجع هنا لجين بيقول ان هم عطوا لصاحبك وشاركوا للدور جاي عليك اساسا. نرجع كده لقائد النيمه وهو عمل منهم كفته حرفيا. دخل هنا توما اللي هو اقوى قناص اصلا هنا وبيقول ان هو داخل عشان يقتلوه. اسكتوا بقى اسكتوا، هش انا هقتله لكم دلوقتي اهو. وبيضربه فعلا طلقه بتصيبه، فهنا مستغرب ان الطلقه صابته اساسا. وبيقول لميرا ان هي تهتم بالقناصين اللي فوق علشان هو مستحيل يبقى مركز مع القناصين ومركز مع الناس اللي تحت اساسا. بعد كده بتروح لهم وبتبعت لهم كمان النيفا الجديد. وهنا بيت انت مش انتوا بس اللي بتعرفوا على فكره تنتقلوا انتقال آني، انا بعرف انتقل برضه وبينتقلوا هنا انتقال آني اساسا. واحد هنا بيضربها من بعيد بس الضلقه حرفيا بترجع له تاني ولا كأن حصل اي حاجه، بتفتح بوابه بترجعها له. والنيب هنا بيستخدم المكعبات علشان يشفي نفسه اساسا وبيقول لهم مفاجاه مش كده. وكيوسكا هنا بيستخدم تقنيه جديده وهي ان هو بيحول اطرافه اصلا شبه النيب اساسا وبيهزم بيها النيب بكل سهوله. وبنعرف ان هو الحد الزمني بتاعه هو 3 دقايق وبينتهي حرفيا او بيرجع لقوته الاساسيه. وبيحاول يضربه بالسيف بس النيب بيحاول اصلا السيف لتريون اساسا. وبتدخل هنا ميرا وبتقول له ان تشيكا هتهرب والنيب هنا بيحاول يمشي. فكيوسكي هنا بيحاول يقتله قبل ما يمشي بس ميرا بتفتح بوابه بتقتله من ظهره حرفيا. وبيروحوا ورا ميكو وتشيكا وربيكا بيقول له لازم نسلك طريق مختصر وبيكسر البيت هنا عشان يعدي منها بس ميرا بتلحقهم برضه بتضربه وبتصيب رجله اساسا. وبيتدخل هنا ميو وبيقول
انا جيت. هو زعلان اصلا جين اساسا خلاه يجبره ان هو يروح ينقذ ميكو، بس هنا ميكو بيقول ان هو عايز بس ينقذ تشيكا ومش عايز منه اي حاجه وياخدها وينقذها. فهنا بيفتكر نفسه لما كان بيتحايل على جين ان هو ينقذ اخته. هنا ميو بيزعل اصلا، بيضرب ميكو وبيضربه، بيقول له ما تعتمدش على حد وروح انقذها بنفسك. وبيواجه نيبا هنا لوحده، حرفيا الرصاص بتاع ميو بيصيبه اساسا وحاطط عليه ميو حرفيا جبار هنا. وهنا بيتوجه اصلا ميكو القاعده، بس بيلاقي ميرا اساسا حاطط عليه حاجات. بنرجع ليوما بنعرف ان ايديه اتقطعت اصلا من القتال بتاع المستشار، والمستشار حاطط عليه، والمستشار اقوى من يوما بكتير جدا. حتى يوما اساسا بيستخدم التريق الاسود. وبيفتكر هنا ابوه لما كان بيقول ان انت لما تواجه اصلا حد اقوى منك يا ريت ترجع لورا وتتراجع السنه وتكتشف اصلا نقاط ضعفه ونقاط قوتك انت كمان في القتال، عشان تعرف تقرر انت هتكمل اساسا القتال ولا تنسحب. هنا وبيستخدم اسلوب التخفي، وبيعرف ان هو ضعيف من الارض اساسا وبيهجم عليه اساسا من الارض. وبنرجع تاني لميو والنيبا هنا، وسيربليكا بيساعد ميو. هنا بيقول له مش محتاج مساعده، انا من نيبا في حياتي اصلا. والنيبا هنا بيسال ميرا وبيقول لها الاخبار عندك ايه، فهي بتقول له ان هي خلاص هتمسكهم في اقرب وقت. وريبليكا هنا بيستدعي النيبا الجديد المستنسخ. وهنا بتحس ان ريبليكا اساسا لازم يموت عشان هو بيعرف ينسخ القوه بتاعتهم اساسا، وبتقسمه نصين حرفيا، وبيتدخل هنا قائد وبيقتل النيبا المستنسخ بكل سهوله. بنكتشف هنا ان ريبليكا لسه صاحي اساسا، تخلص من الجزيئات اللي هي تتبع اللي هي كانت محطوطه على جسم ميكو اللي خلتهم اساسا يكتشفوا مكانهم. بيقترح عليه اقتراح كده بس احنا ما بنعرفوش. وبننتقل تاني ليوما، هو بينطلق اساسا ناحيه المستشار بكل اساسا عفويه، اساسا مش فارق معاه، المهم لازم يقتله. هنا المستشار بيهزمه وبيرجع لجسمه الطبيعي، بس هنا بيكمل برضه يوما بجسمه الطبيعي لان هو عارف ان لو ما انهاش القتال ده في اسرع وقت مش هيعرف يلحق ميكو. وبيعرف يهزمه هنا وبينطلق بكل قوته اساسا عشان ينقذ ميكو. هو كمان بيتحول لجسده الاساسي اساسا عشان عارف ان هم ضعاف اساسا ضد الجسد الاساسي طبيعي من غير تريون. فميرو بيستغل اساسا الثقب اللي ميرا بتنشئه وبيحاول يضرب القدو وفعلا بيسوق. وبعديها قال يعبر هو كمان من الثقب بتاعها علشان يخش لهم، بس لما بيخش لهم ميرا بتستخدم برضه الثقب عليه وبتستخدمه وبتبعده من هناك خالص. وميو كمان بيتحول لجسده الطبيعي اساسا، وبعد كده بيتحول للتريغا الاسود اللي هو خاص بجين. فانا مستغرب، الكل بيستغرب اساسا ان هو جاب اصلا التريغا ده منين. بنعرف ان جين وصى عليه اساسا القائد العام عشان يستعمله. وميو هنا ويوما بيستخدموا هما الاثنين التريغا الاسود عشان يوقفوا قائد النيبا ان هو خلاص هيقتل ميكو وتشيكا. وبنعرف ان الاقتراح اساسا اللي قاله ريبليكا ان هو يروح لسفينه النيبا ويغير مسار اساسا السفينه دي ويجبرهم ان هم يمشوا في ثواني، وبكده يجبرهم ان هم يمشوا خلاص. وبيضربوا الاثنين في نفس الوقت وبيحطوا على القائد، بس رغم كده القائد ما بيتاثرش باي حاجه وبيكمل برضه وبيروح علشان ياخد المكعب. بس بيكتشف ان اصلا المكعب ده مزيف ودي مش تشيكا اساسا، ان ميكو هو اصلا بدله. ما بيلاقوش اي حل قدامهم غير ان هم ينسحبوا وبيتخلوا اساسا عن صاحبهم اللي هو بيواجه جين. وهنا ريبليكا بيفضل اساسا مع النيبا وباقي العمله بيقتلوا باقي النيبا. ونروح ليوما هنا بيرجع لتشيكا وبيلاقيها، بس هو طبعا زعلان على ريبليكا جدا ان هو كان فعلا صديق عمره بين سنين جدا. وبعد كده جين بينام في وسط القتال اساسا وبيقول له مش قلت لك يا اسطى يسيبوك، انت اللي ما صدقتنيش. وبيقعد يضحك هنا. وبعد كده بيفكوا شفره التريون اللي هي بتحولهم من المكعبات دي وبيرجعهم لاشخاص طبيعيين تاني. وبنعرف ان ميكو دخل في غيبوبه مؤقته عشان يتعالج كده وهم شايفينه. وهنا يوما زعلان على صاحبه وعلى كمان ريبليكا، زعلان على الاثنين والاثنين في نفس الوقت راحوا منه. وهنا بنكون هنا من الارك ده. ولو عايزين نكمل باقي الاركات يا ريت توصلوا المقطع ده 5000 لايك و1000 كومنت.